والأستاذة مستخبية تحت. مساء الزبادي، بتحب القهوة ولا عادي؟ مش ناوية تطلعي؟ لا بس عاجبني المكان هنا. طبعا الأخت مش راضية تقوم عشان طبعا المنظر عاجبها. الصراحة معاها حق. صدقني أنا مش عارفة أنت بتفكر في إيه. هتعرفي ازاي وانا ذات نفسي مش عارفة انا بفكر ازاي. أقول لكم بتفكروا إزاي بس ما تزعلوش. لا بلاش. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ والله عدت مدة كبيرة. زمانكم دلوقتي عايزين تضربوني بالجزمة. انا عارفة والله من غير ما تقول. المهم ان انا اخيرا رجعت القناة. خلونا نوفر المقدمات وصلوا على النبي واذكروا الله عشان هناخد سيئات كمان شوية. اهو نطلع من الفيديو بحاجة مفيدة. ويلا خلونا نبدأ. تبدأ قصتنا ببطلتنا اللي اسمها نام جيو، وبتكون لسه صاحية من النوم فعذروها على بشاعة المنظر. وطبعا عشان اختنا دي راحت عليها نومة لانها كانت بتحلم عن واحد مز كده، فاكيد يعني هي هتعوز تصحى ليه. جيو المفروض عندها مسابقة ولازم تتدرب، ولكن عندها مشكلة كبيرة وانها مكسورة ومتجبسة وحالتها حالة. هي الصراحة تستاهل عشان تروح تنقذ اخوها تاني، انها عقدة الاخوات الصغيرين. وبما ان اختنا سرحانة في مستقبلها البائس، بيقف الباص عشان يركب معاها هذا المز. جسمه واحد رياضي، يعني هنشوف أحلام العصر كمان شوية. لكن كمان شوية. هذه الأخت المحترمة قاعدة تشمشم في ريحة هذا المز الرياضي. الراجل ظهره انحرق من كتر ما هي مركزة معاه، فبيقول لها خلاص يا أنسة ظهر انحرق. يا لهو على الإحراج اللي هي اتحطت فيه. موقف لا أتمناه لألد أعدائي. طبعا في المدرسة الطلاب بيتدربوا وبطلتنا بتراقبهم لحد ما يجي صاحبها ده وبيسألها هي هتفضل على الحالة دي لإمتى، فبتقوله لمدة شهر وهي هتبقى تمام التمام. فبيجي هذه الأخت وبتحاول إنها تعكر مزاج بطلتنا، بس بطلتنا نام جيو بتوريها مقامها والبنت بتتحرج وتمشي. وفي الفصل المدرس بياخد الغياب وطبعا كله موجود إلا أختنا البطلة، والبنت اللي كانت بتعكر مزاج البطلة بتقول للمدرس إن نام جيو غايبة عن الحصة مع إنها كانت موجودة في المدرسة. أما انتي بنت فظيعة بصحيح. بس بيطلع إنها عملت ده كله علشان هي مش حابة تشوف نام جيو ضعيفة. الصراحة مش عارفة البنت دي بتفكر ازاي، لكن اوكي. اختنا نام جيو ما حضرتش الحصة لانها مش حاطة في دماغها، ولما تطلع على سطح المدرسة بتلاقي هذا الكائن. قال لها مش ده المز بتاع الباص؟ جيو مستغربة، لكن هو بيقول لها تيجي تقعد في ريحه. ايه الذوق والحلاوة دي؟ الولد ده متربي 7 مرات، غير ان هو اوكي خلينا نكمل. فالاخت دي تقول هو انت تعرفني؟ مش عارف، ممكن اكون عارفك ومش واخد بالي. بس يا نام جيو أنا عارف إنك أنت عاوزة تعرفيني، باين ده من لغة عيونك. إيه؟ مش هكذب عليك، بس هو اسمك إيه؟ والبطلة هنا حست إنها نزلت من كرامتها، ومع ذلك هذا المز ما قالهاش على اسمه في الآخر. خسارة. بعد كده المدرس بيستدعي نام جيو يعرف منها هي ليه غابت عن الحصة، وغير كده أخوها برضه محضرش، فهي تشرح ليها عن الحادثة اللي حصلت ليها وهي وأخوها. فالمدرس بيتفهم الموضوع، يقول لها إنها ترتاح شوية ومفيش تدريب. بعد كده بنروح لصاحبها وبتقوله إنها ترتاح الفترة دي، وده اللي قاله المدرس ليها. بس المشكلة إن أمها طلبت منها إنها تهتم بأخوها الأهبل اللي بيعصبها دايما. وغير كده شوف الولد ده آخر مرة كان صابغ شعره أصفر، ابن الهبلة. معلش يا ماما بس دي مشكلة ابنك مش مشكلتي. المهم ان صاحبها بيبص كده من الشباك وتوتر فجأة وراح نازل لتحت، وده لانه شاف اخو بطلتنا مع ولاد مش تمام، وبيطلع يا عيني ضاربينه ضرب، وغير كده بيهددوه، وبيطلع ان المز ده واحد منهم. اوكي الاستاذ طلع بيشرب فيب كمان، فبيقوله تعرف اللي واقف هناك؟ فسيو يقوله ان هو صاحب اخته. بياخدوا المز الرياضي وبيمشي، وصاحب جيو نادى على المز ده، ولما خلاص بعده عن الشلة السرسجية دولت فالمز بيمشي. يا ابني انا مش فاهم حاجة، هو اللي ضربك؟ لا ده انقذني. بيطلع ان الشخص ده اسمه تشا جيول، وهو فعلا ساعد الولد. بجد والله عسل قوي، مع ان هو بيشرب فيب، ولكن خلونا نكمل الحكاية. اختنا جيو رجعت البيت وقاعدة في امان الله لحد لما جه اخوها وشافته متبهدل. الولد دخل لأوضته عشان مش عاوز يقول لها انتي رخمة بشكلي، ما تسيبيني في حالي ولا صاحبك قالك؟ قال لي على ايه؟ مش فاهمة ايه اللي حصلك، بس لازم تقولي والا وحياة امك هعرف لوحدي. وساعتها ليلتك سودة. بتمسك موبايلها وبترن على صاحبها تعرف منه، وسيو يعرف انها بترن عليه فبيطلع من اوضته، لكن بيكون اتأخر وهي خلاص عرفت اللي حصل. فبتعاتبه لان هو ما قالهاش على اللي حصل، بس هو هيعمل ايه؟ هو ما عندهوش اصحاب.
وده لأنه مش معاه فلوس تخليه صاحب ويخرج مع بقية زمايله، وعشان كده هو وحيد. بعدها سيو بيدخل اوضته ونام جيون بتحضر الاكل ليه وبتقرر انها تطلع بره، وهي ماشيه بتفكر في كلام اخوها، بس بيظهر هذا المز مره تانية. اذا انه القدر. هو انا ليه بشوفك كتير؟ شكلك كنت بتفكري فيا. ايوه انا كنت بفكر فيك. الاجواء معهم كانت رومانسيه شويتين، بس عمو ده بوظ اللحظه. عمو بيقوله يبطل تدخين ويروح بدري عشان جدته. شكله عمو بيحبك. هل هو والدك؟ لا مش والدي، بس هو بيتدخل في حياتي. وانتي بقى إيه اللي طلعك في وقت زي ده؟ انا كنت هرجع على اي حال. فجأة صاحبها بيرن عليها عشان يطمن، لأن أخوها رن عليه وقال له يطمن عليها لأنه مش عارف يكلمها لأنها غضبانة منه. فجيو بتقوله إنها كانت راجعة البيت، وهذا الكائن الرياضي أخدها لشارع ضيق كده. إيه انتي هتخلصي تليفون على إمتى؟ يا عم هي مش فاضية. طب مش شايفها وهي بتتكلم في التليفون؟ طيب صاحب جيو بيقول لها على الأولاد اللي ضربوا أخوها إنهم كانوا عصابة، وغير كده هذا المز بيمسك إيديها. طب عيب يا اسطى، راعي اننا موجودين معاكم بنسمع قصتكم. فصاحبها بيحكي لها عن تشاو جيول، وطبعا لان الاستاذ اخد باله فهي على طول سحبت ايديها من ايديه. فهو استغرب من ردة فعلها، وبعدها بتوجه ليه سؤال اذا كان يعرف اخوها. جيول اتفاجئ الصراحة من السؤال، لكن قال لها انتي اول مرة تقوليلي ان عندك اخ. طب انت بتخبي ايه؟ اخبي؟ هو احنا قريبين من بعض عشان اقولك؟ لكن محدش عارف في المستقبل ممكن نكون. تعالي خليني اوصلك. لا مش عاوزة. تمام اللي يريحك. بس هل لو بقينا قرب ممكن تقولي؟ هنشوف يا جميل وقتها. في المدرسة جيو بتكمل كلامها مع صاحبها عن المز الرياضي واخوها، وبيقول لها ان هو اول مرة يشوف اخوها معاه. بس غريبة، هو انت ازاي عرفتيه؟ فجيو سكتت كده وقالت له لا انا معرفوش، وده لانها فعلا ما تعرفوش بس منجذبة ليه، ولان هو برضو عامل زي راجل العصابات، بس بجد تتمنى ان هو ما يكونش منهم. والبنت الرخمة دي بتتكلم مع شوية عيال معاها وشكلهم ناويين على حاجة لجيو. المدرب بيدي لجيو مهام انها تنظف ادوات التدريب، وهي خلاص شغالة في امان الله. بتيجي هذه السحلية، انا خلاص اقتنعت انها سحلية، بتحاول انها تتنمر على جيو. بنت رخمة، هنعمل ايه طيب؟ المدرب مش حاسس بمهارتها وان جيو احسن منها مع انهم نفس الجسم، بس جيو بتتفوق عليها بمراحل. وطبعا الكلام ده بيخليها تتفرس وتخلي البنت اللي معاها يخططوا انهم يقفلوا عليها ابواب المستودع. جيو بتكون في 7 نومة وبتصحى تلاقي الدنيا ليل، وعلى جسمها جاكيت، وبيظهر لنا هذا المز الرياضي. صحيتي اخيرا، شكلنا هنقعد مع بعض الليلة دي. جيو مش مستوعبة ايه اللي بيحصل، وبتروح تحاول انها تطلع بس الباب مقفول، فبتحاول تدور على تليفونها لكن هي نسيته في الفصل. فبتسأله هو هنا ليه طول ما الباب مقفول، فقال لها ان هو كان نايم هنا اساسا من البداية، وغير كده ان تليفونه فاصل شحن وهم خلاص انحبسوا. فهي تبطل تعمل مجهود وتيجي هنا، والهبلة بتسمع الكلام وبتروح عنده وبيمسك ايديها. فهي بتقول ان الموضوع مش عاجبها، ويعيني الولد ادرك ان فعلا اللي عمله ده غلط وحس بالاحراج. طالع ان هو بيحس بالاحراج زينا. المهم انهم بيقعدوا هاديين لحد ما يسألها هي كانت بتعمل ايه في المخزن ده، وهنا جيو بتشرح ليه اللي كانت بتعمله بالظبط. بس غريبة، ليه طول ما هي مطلوب منها انها تنظف المكان تنحبس؟ فجيو هنا أدركت إن البنت السحلية هي اللي عملت كده. الأستاذ ده لما يلاحظ إن الأخت جيو لابسة قصير فبيديها الجاكيت بتاعه. يا اسطى انت وربنا عسل. انت لو لسه بردانة ممكن أديكي السروال بتاعي، ممكن يدفيكي. انت قليل الأدب. أنا بهزر بس. جيو بتحس إن هو بردان كمان، فبتقوله يقرب من هنا وهو على الأقل ما يحسش بالبرد. مين اللي طلع قليل الأدب يا أخت جيو؟ فالأستاذ بيروح ليها بدون تفكير ويحدث هذا المشهد. وطبعا لأني أنا وإنتم أيها المشاهدين بؤساء، فهذا بالنسبة لنا عيب عليكم، احترموا أنفسكم. صحيح إن هو أقصى طموحات جيو لأن هو يمسك إيدها، إلا إن ابننا محترم وميتعداش مسكة الإيد، والاتنين بيغلبهم النوم. بس شكل الأخت دي ما نامتش وقعدت تتأمل ابننا المحترم، فبيغلبها النوم وبتنام، فبتأملها ابننا قليل الأدب. أصلا أنا معرفتش أربي. هلت الأنوار والدنيا بقت منورة، والأستاذ بيصحى، ولأنه قليل الأدب بيحصل تلامس غير حلال. المهم إن هو بيصحيها علشان هيطلعوا، بس بيقول لها لو حد سألك عني قولي لهم ما تعرفينيش وما تسألينيش ليه، لأني أنا كيفي كده. وبعدها بيخبط على الباب، وعمو اللي بره بيفتح ليهم الباب. أخيرا تشاو جيول بيروح لبيت كده، وبيطلع هذا الكائن اللي كان مع الأولاد اللي ضربوا أخو جيو. ثواني عشان أحسكم اتلخبطوا شوية.
جيو لا باللام وهذه جيو بالواو يعني يكن. ما بحبش اصلا اسامي الكوريين. فبيطلع ان هذا كان هو اللي قفل باب المخزن مش البنت السحلية. احنا كده ظلمنا البنت. المهم ان جيو بتستدعى عشان تجاوب على الاسئلة، وغير كده المعلم بيتأسف ليها على اللي حصل وبيسألها مين اللي كان معاها، فهي مش بتقول مين، وغير كده هي ما شافتش شكله عشان الدنيا كانت بالليل. ديت الحاجة اللي هي اخترعتها عشان ما تقولش هو مين اللي كان معاها. في نفس الوقت البنت السحلية وصاحبتها بتسألها إذا كانت هي اللي حبست جيو، وهي تحلف مليون يمين إنها ما حبستهاش. فصاحبتها تصدق، لكن بيطلع إن في واحدة بتتصنت عليهم. المهم إن الموضوع انتهى وجيو راحت عيادة المدرسة تستريح، وبتحلم حلم عن جيول وهو بيضرب شخص وبينجرح، ولكنه مستمر إن هو يضرب الشخص ده. فبتصحى وبتلاقي صاحبها كان بيطمن عليها. المهم إنهم بيطلعوا من العيادة، فهو بيسألها إيه اللي حصل، فهي بتمتنع تقوله بالظبط إيه اللي حصل، وتكتفي إنها تقوله على اللي قالته للمدير بالظبط. المهم إنها كانت هتقع شغل الأفلام الهندية، فهو بيمسكها، فهي بتنفجر على حظها وعلى الباب ابن اللذينة وعلى تنظيفها للمخزن وحبسها هناك، والبنت السحلية اللي كانت بتتنمر عليها. وعلى سيرة البنت السحلية اللي اسمها ايون سو، زارت جيو وهي نايمة، وكان شكلها قلقان على جيو، بس جيو مش مصدقة كلام صاحبها لأنه باين إن ايون سون بتكرهها. وفي قاعة التمرينات البنت اللي سمعت كلام ايون سون وصاحبتها، فهي بتقول لهم على مين اللي حبس جيو. بتعدي الأيام ليوم فحص رجل جيو، والدكتور قال لها إنها تشيل الجبيرة في الأسبوع الجاي. وطبعا بيظهر مزنا الرياضي. هو أنا لما أروح في حتة ألاقيكي فيها؟ ما تقولش ليه إن أنا اللي جاية هنا الأول. الأخت بتنسحر من حلاوته، وأنا كبهيرة انبهرت مع إني مش اسمي بهيرة. مالك، هو أنت تعبان؟ لا، دي جدتي. طبعا البطلة مش عارفة تاخد منه حق ولا باطل في الكلام، وطبعا الأستاذ يول شايف إنها تموت وتعرف عنه أي حاجة، فبيقول لها إن جدته بتعاني بذبحة صدرية وهو العيلة الوحيدة ليها وعشان كده هو هنا. المهم إن بطلتنا اتفاجئت لأن هي حست إن باين إنها فضولية، وهو لما شاف إن هي انحرجت منه فقال لها تسأل أي سؤال عادي. هل ده معناه إن إحنا بقينا أقرب لبعض؟ عشان قلتلي إنك مش هتقولي على حاجة إلا وإحنا قريبين من بعض. الأستاذ مش فاكر أي حاجة من اللي هو قالها قبل كده أساسا، والبطلة بتحاول تواسيها على موضوع جدته، فبتمسك إيده زي ما هو بيعمل معاها، فهو بيقول لها المؤاساة بتبقى كده، عمنا بيستغل الفرصة. بعد كده بنلاقينا رحنا للشخص ده اللي بيبقى متجمع مع عصابته، وبعدها بيجي سيو بيحاول يتكلم معاهم، فالشخص ده بيقول له إيه اللي جابك تاني؟ تشاو جيول مش موجود. فسيو يقول له ان هو ما يعرفوش اساسا. طب لو انت ما تعرفوش ليه اخدك بعيد؟ وسيو بيحلف مليون يمين ان هو ما يعرفوش. فجأة اختنا جيو كانت بتمشي قريب من المكان وبتشوف اخوها سيو. ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ سيو جاب الوان لما شاف اخته، وهو بيكون خايف على اخته لو البلطجيه دول تعملوا حاجه ليها. جيو مصدومه لان الشخص ده شافته في الحلم. طب ازاي؟ كتير من الاسئله في دماغ بطلتنا ملهاش اي تفسير. والشخص ده لما يشوف جيو بيعرف انها البنت اللي كانت مع جيول في المستودع، بيعرف ليه جيول ساعد اخوها، وده لانه مهتم بالبنت دي. ففجأة بيعامل سيو بطريقة حلوة قدام اخته، فسيو استغرب ولكنهم مشيوا. بتيجي الاخت دي وبتكون قايله للفصل كله عن الحادثه بتاعه المخزن، وان السحليه اقصد ايون سون هي اللي قفلت على جيو باب المخزن. ايون سون بتدخل الفصل وكله طبعا بيتنمر عليها، وطبعا جيو مش فاهمه اي حاجه اساسا، لكن ايون سون مش عارفه الكلام ده مين اللي سربه، هل هي صاحبتها؟ بس صاحبتها ما قالتش حاجه، فهي هنا تتهم جيو ان هي صاحبه الشائعات ديت. بس جيو مش هتسكت كده على الكلام اللي بتوجهه ليها، والموضوع وصل لخناقة بينهم. بيروحوا لمكتب المدير وبياخدوا تهزيء محترم، وكل واحدة بتخبي على التانية انها السبب في الخناقة اللي حصلت. المدير اخر ما زهق امرهم انهم يكتبوا عريضة بكل اللي حصل، وهو هيحكم مين هيعاقب. وبالفعل بيكتبوا العريضة وبيتصالحوا مع بعض. صاحب جيو كان عاوز يتكلم مع جيو في حاجة، بس هي ما كانتش فاضية، ولما هي كانت في الباص رنت عليه عشان تعرف هو كان عاوز ايه، بس هو ما ردش عليها. وفي قمة تفكيرها بيظهر لينا عمنا الرياضي ده مستحيل تكون مصادفة، انت حرفيا غريب. هل انت قصدها؟ مش فاهم تقصدي ايه، بس دي تالت او رابع مرة نتقابل فيها، فمتعتبريهاش مصادفة، اعتبريها ان هو القدر. بيمسك ايدها تاني، مش عارفة ايه حكاية مسك الايد دي، بس اوكي نعديها ليهم. الاخت بتكون في قمة سعادتها. المهم انها بتقوله انها في عقابة عشان اتعاركت مع زميلة ليها، فهو بيضحك وبيقول لها تعقل وتخليها كويسة في التعامل مع أصحابها. فهي بتفكر في الحلم وبتسأله إذا كان ليه صاحب ليه ندبة على وشه، فهو يقول لها إن هو مش صاحبه بل هو شخص يعرفه.
المهم ان الاخت صريحة بزيادة وبتحكي لي انها شافته بالحلم بتعاركه. ايه ده، شكلك ما غطيتيهاش قبل ما تنامي. على فكرة انا بتكلم بجد، غير كده صاحبك ده او ايا كان اخويا متورط معاه. اخوكي؟ ايوه اخويا، ولد شعره اصفر كده، هل شفته؟ استني، انا شكلي اعرفه، شفته مرة معاهم، حاولت ان انا ابعده عنهم بس ما كنتش اعرف ان هو اخوكي. طب لو انت شفته تاني معاهم ممكن تساعده؟ ماشي هساعده. الاخت بتكون فرحانة ان جيول طيب قوي، شكلها وقعت خالص. فجأة كده عيونه بتتقابل مع عيونها وبيحصل لحظة تفاعل كيميائي بينهم، بيحصل أحلى تنفس اصطناعي كيوت في عالم المانهوا. بجد أنا حاسة إن هو لطيف، لأن جيول قاعد يتأسف ليها إن هو ما كانش قصده وإنه كان مغيب عن الوعي، والبطلة بتعيط من الفرحة لأن ده أول تنفس اصطناعي ليها. فجيو بتسأله إذا حب إن هو يرتبط، لو هو ما كانش مرتبط. فهو بيحاول يعمل نفس الولد الدقيل وقال لها فكر، أصل احنا بقينا في زمن الراجل هو الدقيل والبنت هي اللي بتجري وراه، أما جيل تافه بصحيح. المشكلة بيحصل تنفس اصطناعي تاني، والله عيب عليكم. بعد كده الأستاذ بيوصل جيو للملعب التمرين وبيديها رقمه، فبيظهر صاحبها في المكان وبيشوفهم مع بعض، والأخت تقوله استنى لحظة هسجل رقمه. ما عندهاش ذرة دم. الولد صاحبها مستغرب هي ازاي عارفة جيول، بس باين ان الاخت واقعة يعني. هو يا عيني صاحبها كان نفسه يتقرب من جيول لكن مش كأصدقاء، بل ان هو يكون اكتر من المفهوم ده، بس هو لاحظ انها مش مهتمة فسكت وغير الموضوع، وهي حضرتها قاعدة تبين لصاحبها انها بتحب الموز الرياضي، وطبعا ده بيزعل صاحبها. بس نرجع ونقول تصريف القلوب ده مش بإيدينا، واننا نحب شخص ده فحاجة مش بإيدنا، فرفقا بالقلوب الضعيفة. نرجع للمدرسة، وإيون سون وزيو تحسوا بعد ما أخدوا العقاب بتاعهم بقى أقرب لبعض، أو المشاكل سوء الفهم اللي بينهم بتنحل نوعا ما، من ناحية إن إيون سون بتشرح ليها إنها فعلا ما قفلتش عليها الباب، وإن كل اللي عملته مع جيو كان بسبب إنها غيرانة منها. المهم فدكم من ده، خلونا مع المز بتاعنا وبطلتنا. بعد المدرسة الأخت بطلتنا بتقعد مع بطلنا تحكي له عن إيون سون، وإن كل التنمر اللي كانت بتعمله ليها كان بسبب الغيرة منها. طب حلوة اهو، هتكسبي أصحاب. المهم ايه الأخبار يا قمر؟ ماشي تمام التمام. هو انت اخبارك ايه الايام دي مع جدتك؟ هي بقت تمام بعد العملية، غير انها بتتعصب لاني مش بخليها تنم مع الجيران في الحي. انا فرحانة لك انها بخير، ما شفتش نفسك وانت قلقانة عليها. هو انتي كنت خايفة عليا؟ اكيد هكون. طب انتي ليه بعدت وشك عني يا حلوة؟ رايحة فين؟ بحاول اهدى شوية. بتهدي شوية؟ هل ده لانك انتي قلقانة عليا؟ ايوه انا دايما بقلق عليك. طب ده شيء حلو مش وحش، انا بحبك على فكرة. طب ايه المصادفة الحلوة دي دلوقتي؟ ايه المفروض اللي احنا نعمله؟ ممكن اننا الاخت بتقولي ممكن نعمل تنفس اصطناعي تاني، بس هو بيقول لها هل التنفس الاصطناعي بتاع الصبح ما كفكيش؟ وهي قبل حتى ما تتكلم بكلمة بيحصل تنفس اصطناعي. اوكي انتوا ما تربطوش وانا ما عرفتش اربيكم بجد، ولان الاخت انا ما عرفتش اربيها فهي بتعمل تنفس اصطناعي تاني. الولد اتفاجئ منها، بس هي عندها الجرأة انها تعمل كده، بس الحوار يعني عجبه في الاخر. طبعا هما مشغولين في التنفس الاصطناعي، صاحب جيو كان بيرن عليها فهو كان عاوز يحكي لجيو عن مشاكله، بس طبعا هي مشغولة بالتنفسات الاصطناعية. تاني يوم الأستاذ راحت عليه نومة وكده مش هيعرف يروح المدرسة، وبيطلع بيلاقي عمه في البيت وجدته برا بتمشي نفسها بدل ما جيو حابسها في البيت. طبعا عمه ده بينصح جيور ان هو ما يجيبش حبيبته في ساعات متأخرة، اصل هي بنت ناس برضو. هتقولي يا عمو وغير كده الفيب بتاعتك هصدرها منك، يعني مش هتاخدها تاني. الله عليك يا عمو انت بجد كفو. نرجع لجيو واللي بتستدعى لان اخوها تعرض للتنمر ومتبهدل، وطبعا بنعرف ان هو الشخص ده هو اللي ضربه وهو وعصابته. فقررت انها تروح عشان تتصرف وتشوف ايه اخرة الموضوع ده، بما ان اخوها رفض يقول لها على حاجة، ولما يوقفها بتديه ضربة في معدته. معلش يا ابني بس اختك شرسة شويتين. طبعا جيو عارفة ان جيول هيساعدها لو حصل حاجة لاخوها، وعشان كده بتدور عليه عشان يساعدها. وطبعا لان الاستاذ ما جاش المدرسة فهي مش لاقياه في اي فصل. بتيجي ايون سون وبتحاول تاخد جيول بعيد وتقول لها ان اللي بتعمله ده غلط، انها تدخل الفصول وقت الدراسة طبعا ده ما ينفعش.
فجيو بتحكي لها عن أخوها عن اللي حصل له، وغير كده هي عارفة مين اللي عمل كده، فهي كانت بتدور على اللي هيساعدها. طبعا إيونسون تقولها تبطل تعمل كده، ده هيأثر عليها وعلى مستقبلها الرياضي، ولازم تفكر في نفسها وبس. جيو هي مش حابة تفكر في نفسها لأن ده أخوها ومحدش بيهتم بأخوها غيرها، وهي خايفة إن هو يرمي نفسه شبه ما عمل قبل كده. طبعا على سيرة الكلام ده بيجي الأستاذ. هلت الأنوار وأشركت يا أستاذ جيول. طبعا الأخت كانت هتقع زي أي قصة هندية، لكن أستاذنا بيسألها هو فين عكازك، فطبعا هي من عصبيتها نستهم. مش مهم لأنها كده كده رجلها بتتحسن يوم ورا يوم. إيونسون مستغربة هو مين ده أساسا. طبعا جيون مش بتعرف ترد، لكن بتفتكر امبارح والتنفس الاصطناعي لما هي اعترفت ليه وهو كمان اعترف ليها، يعني من الآخر كانوا الاتنين معجبين ببعض. ولما هي قالت له هل هما بكده مرتبطين، فهو مدهاش إجابة واضحة واكتفى بان هو عامل كده. طب هي استفادت ايه؟ دلوقتي بطلتنا مش عارفة تقول لها إذا كانوا مرتبطين ولا ايه. والله حالتك صعبة لأنها ما تعرفش إجابة واضحة لعلاقتهم. طب إيه الحل؟ والأستاذ هنا بيرد بالنيابة عن جيون ويقول لها إنهم مجرد عارفين بعض. الله بجد يعني. المهم يعني الموضوع زعل جيو، مش يزعلك بس يا جميل، انت ما عندكيش كرامة انك اساسا تعترفي لشخص وتستني منه ان هو يحدد ليكي موقفك من العلاقة. طبعا الاستاذ جيول بيمشي، ولان جيو في موقف لا اتمناه لألد اعدائي، فهي كمان بتخلص كلامها مع إيونسون وبتطلع فوق السطح وتلاقي هناك الاستاذ جيول، وبكل منتهى البساطة يقول لها على فكرة احنا مش مرتبطين، خلي في علمك ده، وغير كده ما عشمتكيش بحاجة. بطلتنا في صمت تام، حرفيا ما نطقتش بكلمة. المهم انها بتتجاهل كلامه وتقوله ان اخوها انضرب تاني، بس هو بيقول لها يعمل ايه يعني، هو صحيح قال لها ان هو هيساعدها، فهو هيقول لهم المرة دي بس، بعد كده ملهاش دعوة بالحوار عامة. ايه ده؟ حلو قوي، عاوزك كده على طول تفكري بيا كده. كلامه ده مش يزعل، ده يقهر بجد. هي في موقف ما حدش يحسدها عليه حرفيا، بتروح تكتئب، ومع ذلك هي الغلطانة انها قللت من كرامتها، هو بس كان بيلعب على مشاعرها، وهي غبية انها تصدق شخص بيشرب فيب ومالك جسمه اخرام ولابس لك حلقان كتير. بتيجي امها وبتلاقي جيو في قمة اكتئابها، ولان جيو مش لاقي حد يحتويها فبتتمسك في امها. فمامتها تقول لها الدنيا هتبقى تمام، ما تزعليش ولا تكتئبي، الدنيا مش مستاهلة تزعلي عليها. بالظبط، الدنيا قصيرة، وغير كده جيو لسه صغيرة، بدل ما تتمسك بحاجة ما فيهاش منها أمل، خليها تشوف حياتها وتشوف ايه الأحسن ليها، وما تكتئبش ولا تزعل. الأفضل إنها تطلعه من دماغها بسرعة. بس غريب القدر اللي يخلينا نقابل أشخاص في حياتنا وما يكونوش بينا أي علاقة بيهم. أما النصيب ده غريب قوي، أو الحب يكون بالشكل ده. في النهاية كنت مؤلف والكاتب، طبعا لما أسمع فيلم مش هستنى نهايته تتغير. الحياة بجد غريبة. في نفس الوقت كان جيو رايح لوجين وبيلاقي أخو جيو مضروب، بيمسك وجين وبيخبطه في الحيط حرفيا، بيبهدله وبيهدده ان هو يبعد عن الولد ده. كان هيموت وجين بس بيرن تليفونه وبيقرر ان هو يسيب وجين المرة دي. جيو في الوقت ده بتصحى من حلم كانت هي وجيول مع بعض وكأنهم مرتبطين، بس الحلم مش هيبقى حقيقة، وده اللي لازم تدركه الأخت جيو. المهم في المدرسة الأخت جيو بتقرر انها تروح، بس وقعت منها محفظتها الهبلة، وينسون بتنزل عشان تنادي عليها، بس هي هبلة ومشيت، وتقريبا مزاجها تعدل شوية لما رجلها صحد وشالت الجبيرة أخيرا. وغير كده الناس اللي كانوا بيتنمروا على أخوها بطلوا يعملوا معاه أي حاجة في اليومين اللي فاتوا. وغير كده عاملة حظر لجيول، والله إنك أسطورة يا بنتي. فجأة بيجي المتخلف ده من ورا جيو عشان يضربها، بس جيو شخصيتها رياضية عرفت تهرب منه، بس رجليها لسه ما صحتش عشان تدافع عن نفسها. هو مش مكفيك اللي انت بتعمله في أخويا، دلوقتي الدور بقى عليا؟ طبعا جيو بتتفادى ضرباته لأن هو شخص أهبل وربنا ومريض، بس لو كانت رجليها سليمة بس كانت اداته واحدة تحت الحزام كان فيها ودع أسلافه كلهم. فجأة هذا الكائن بيقول لها كان لازم تختاري حبيبك، صح؟ حبيب مين؟ أنا مش مرتبطة ولا ليا أي حد أحبه. وطبعا حتى لما قالت ليه كده فهو مش مصدقها. وهنا ما كانش قدام جيو غير إنها تدافع عن نفسها، بس بيجي الأستاذ وبيضرب وجين، بس المريض ده بيضربه بالعصا اللي معاه، ودماغ جيول بتجيب دم. ألا مش بيفكركم بالحلم بتاع جيو؟ وبما إني جيول في وضع دفاع فبتيجي أختنا من ورا وبتضرب وجين، ضربته ضربة وقعته على الأرض، ما جابش منطق من بعدها، ما كمل أول بدل البهدلة دي كلها.
بس تقريبا الولد شكله مات. حي بجد. هو انت ليه اتدخلتي؟ خفت انك تتأذى، بس هو فعلا مات. اهدي، هو ما ماتش، انا ههتم بالباقي، روحي انتي. ايون سون اللي كانت جايبة محفظتها فبتلاقيهم مع بعض وبتكون شافت كل حاجة، فبتمسك في جيو وبتمشي من المكان. جيو كانت عاوزة تفضل مع جيول بس ايون سون بتمنحها وتقول لها اياكي تروحي واعملي نفسك كأنك ما شفتيش حاجة ولا سمعتي حاجة. جيو بعد كده بتروح للدكتور للفحص بس هو بيهزقها لانها ارهقت رجليها وهتضطر انها تلبس الجبيرة للأيام. وهي قاعدة في الاستراحة في حديقة المستشفى بتلوم نفسها على افعالها وانها شخص وحش لانها سابت جيول يتحمل مسؤوليتها. وعلى تفكيرها ده بيظهر جيول في المكان، فهي متفاجئة هو هنا ليه، فبتسأله هو بيعمل ايه هنا. قال لها عشان وو جين اللي في المستشفى. طب هو بخير؟ بخير، شكلك قلقانة مع انك هتدفعي ليه التعويض عن اللي حصل. هل هو عاوزني ادفع له كتير؟ مش عاوزة تدفعي؟ لا مش الموضوع كده، هدفع اكيد بس يديني شوية وقت. ما تشغليش بالك لاني انهيت الموضوع. انا اسفة. اسفة على ايه؟ كان ممكن اكون انا اللي في المستشفى لولاكي. راسك ايه اخبارها؟ تكسدي الجرح ده؟ ما تلمسهوش هيتلوث. ما تقلقيش، مجرد جرح، ممكن احط حلق مكانه. مش انتي بتحبي الحاجات دي؟ جو بتتجاهل معاكساته وبتسأله المدرسة قالت ايه على حوار ووجين. احتمال انطرد من المدرسة. ايه طرد؟ للأسف ليا صورة وانا بضرب ووجين. تقريبا حتى لو انا رجعت بالزمن هيفضل الماضي هو الماضي. هل انت بتحاول تحميني؟ بس على اساس انت مين؟ يعني مش انت قلت ان مفيش بينا حاجة؟ بس احنا بنحب بعض صح؟ انت على طول كده بتتجاهل الموضوع. انا غلطانة اني بتكلم معك اساسا. انا السبب في تدمير حياتك لانك في اخر سنة غير كده هتنطرد من المدرسة. تدمير حياتي؟ انت معاكي حق، دي طريقتي، انت تظهري بانك ما تعرفينيش وانا بالمثل. بس عيشي في حالك وخلي بالك من نفسك بدل ما حياتي متدمرة تكون متدمرة على الفاضي. هنا جو بتفكر إن كان هيكون أفضل لو ما كانوش اتقابلوا وما كانش كل ده حصل وإنه يخسر مستقبله بسببها. بعد مدة جيول ما ظهرش بعد اليوم ده، وآخر ما زهقت راحت لبيته بس ما حدش فتح ليها. فبتيجي جارته وبتقولي جيو إن هو انتقل من البيت بعد موت جدته. هنا جيو مصدومة، اللي هو إزاي جدته ماتت؟ بتحاول ترن عليه بس الرقم غير متاح. ولما تنزل لتحت بتقابل عمه اللي بيسكن قريب اللي شافته جيو قبل كده، بيطلع إن هو شرطي بيقولها إن هو ما يعرفش مكانه. فجيو بتعيط وبتطلب من عمه الشرطي إن هو يلاقي جيو لأنها السبب في كل اللي حصل. بعد اليوم ده جيو ما تعرفش حاجة عن جيول، وغير كده عدت مدة طويلة وجيو كبرت خلاص وبقت لاعبة تايكوندو مشهورة قد الدنيا. من الآخر بقت موزة يعني. بتقابل ايون سون اللي هي كمان كبرت، وبنعرف ان جيو تقاعدت من الرياضة لأنها حاليا بتمثل في إعلانات وبقت مشهورة شويتين، وده لأنها عاوزة تجمع شوية فلوس حلوة كده. لكن مع كده برضو حياتها فيها حاجة غلط. شكلك بتفكري فيه. أفكر في مين؟ مفيش حد بفكر فيه. أما تكدبيش على نفسك، عارفة انك بتفكري فيه. مونكي سونج الملاكم، كنتم أصحاب من زمان. جيو مش مركزة معاها لأنها بتفكر في الماضي وعن جيول وإن كل اللي حواليها اتغيروا بس هي لسه زي ما هي ما اتغيرتش. بعد ما جيو خلصت سهرتها مع صاحبتها وهي ماشية بتسمع صوت بنت بتصوت إن في حرامي بيسرقها. جيو بتجري ورا الشخص ده عشان توقفه، والراجل وقف في حتة كده عشان يهاجم جيو، بس اللي هو ما يعرفوش إن جيو لعبة تايكوندو وبتديله في وشه. والله إنك جامدة. بعد ما ادت الشخص ده علقة محترمة واغمى عليه، فهي مستنية الشرطة تيجي. فجأة بنسمع صوت شخص من ورا بينادي على جيو. اوبا، عمنا البطل ظهر. ايه ده؟ البطلة واقفة مش مستوعبة هل ده حلم ولا علم. بس بجد اخرب بيت حلاوة امك يا اسطى. طبعا الاستاذ ولا بينطق باي كلمة، فبيجي شخص من ورا كده ويقول له هي مين دي؟ فهو بيرد عليه بمنتهى البرود ويقول له ولا اعرفها. انت بتتكلم بجد؟ البطلة واقفة مش فاهمة أي حاجة من اللي حصلت، وإحنا وحياتك برضو مش فاهمين. بتيجي الشرطة والليلة دي بتخلص على كده. تاني يوم بتعزم عمه الشرطي اللي كان جار جيول زمان، وبتحاول تعرف منه عن جيول
ما احنا هننجنن بعد اللي حصل من ليلة امبارح. بتعرف يعني ان عمو ده كان عارف كل اخبار جيول من زمان، بس ما كانش بيقول لها على حاجة، وده لان الاستاذ جيول شغال شغل عصابات، يعني مافيا يعني. صحيح ان هو راجل عصابات، بس تحت مسمى قانوني انه عنده شركة لبيع الالكترونيات، فما حدش عارف يمسك عليه اي حاجة حرفيا. وطبعا عمو الشرطي بيرفض ان هو يديلها اي وسيلة تواصل مع جيول نهائي، فهي بتقرر تروح لنفس المكان وبتستنى عشان تشوف اذا كان هيبقى في المكان ولا لا. بس تليفونها بيرن وبيطلع صاحبها اللي بقاله مليون سنة ما تكلمش معاها، وحابب دلوقتي ان هو يعزمها عشان يتكلم معاها. وتيتا ديت بتفكر صاحب جيول الشخص اللي كانت مرتبطة بيه من كام سنة، بس بتقول لها لا مش هو. يا عيني يا ابني، هو انت كده مرفوض في كل مرة؟ وبما ان سيرة الشخص اللي جيو كانت مرتبطة بيه انفتحت، فبنعرف ان حبيبها قبل كده كان لاعب برضه، بس هو خان الاخت جيو. طبعا الاخت جيو بترجع بالذاكرة كده وبتقول لنا انها ما حبتش الشخص ده، بس هو فكرها بجيول، وهي زي الهبلة لما لقت تصرفاته شبهه، فعلى طول الشخص ده استغل الفرصة واعترف ليها، وهي لانها غبية فوافقت انها ترتبط بيه. واساسا كان بيقول لاي بنت نفس الكلام، وجيو اكتشفت كده، ولما حاولت انها تنفصل عنه فتصرفاته فكرته بجيول، بس هتعمل ايه، هو مش جيول. المهم بنروح للحاضر، وجيو وصاحبها خلصوا اكل، فصاحبها بيواسيها على حوار حبيبها سابقا، وبيضحك معاها وبيقول لها لو ما لقيناش حد نحبه في المستقبل يبقى نتجوز انا وانتي وخلاص. اما صاحبها ده عسل قوي. في نفس الوقت الاستاذ جيول كان قاعد بيجيب معلومات عن بطلتنا وعن الشخص اللي كانت مرتبطة بيه. جيو هي ماشية بتفكر في كلام صاحبها، هي صحيح ارتبطت بواحد ما كانتش بتحبه، بس لما ترتبط بشخص تعرفه مش هيكون افضل بكتير من حالتها دي. المهم ان جو هي ماشية بتقابل شخصين كده، والراجل بيشبه عليها، وفجأة بنعرف ان الشخص ده تابع لجيول، والمشكلة الاكبر ان جاب بطلتنا عند بطلنا. الاستاذ على طول بيخبي الورق علشان ما تعرفش ان هو بيجيب معلومات عنها، فبيقول له هو انت لما اعتزلتي هتفضي علينا؟ بتعملي ايه هنا؟ هو انت عارف ان انا اعتزلت؟ اي شخص يعرف الخبر ده؟ هو ليه بيتكلم معايا كده؟ الأستاذ بيقوم من مكانه وبيحاول بكل ذوق إن هو يخلي جيو تمشي عشان الأستاذ مشغول، فهي تقول له استنى، هو أنت ليه بتعاملني كده؟ ده أنا معرفش حتى رقم تليفونك. على فكرة أنت غبية. إيه؟ حاولت ألمح ليكي قبل كده بس أنت غبية. فاكرة أول امبارح لما قابلتك عملت نفسي معرفكيش عشان محدش ياخد باله، وأنا بغمزلك وأنتي ولا هنا. وغير كده لو الناس دي عرفت حاجة خايف انك انت اللي تنضري في الموضوع، وعشان كده عملتي نفسي معرفكيش. يعني تقصد من كلامك اننا ممكن نتقابل لو محدش اخد باله مني؟ مش متأكد، الأحسن انك انت تمشي. الأخت مش عاوزة تمشي كده، فبتقوله إنها عاوزة تاخد قرض منه بما إن شركته من منظور الناس إنها شركة قروض، بس هو بيطلع فلوس من جيبه وبيديها الفلوس ديت. بس ده طبعا مش قصد أختنا جيو، هي كانت عاوزة تاخد قرض زي أي حد عشان يبقى ليها تواصل مع جيول، بس عمنا جيول مش عاوز كده وطلعها برا المكان. بتروح الأخت وبتنام وبتحلم بحلم عن جيول، ويا ساتر من أحلامك يا أخت جيو، وهي دايما أحلامك فيها جيول متبهدل. بتصحى من الحلم الغريب ده ومش عارفة هو ايه اللي ممكن يحصل في الأيام الجاية، فهي بتبقى قلقانة عليه لأن هو شغال مع عصابة والموضوع يقلق فعلا. وبالليلة ديت كانت صاحبة جيو اللي هي اسمها ايون سون كانت في عربية مع حبيب جيو زمان. جيو لما كانت بتحضر نفسها لمشهد إعلان تقريبا، واحدة معاها من الاستوديو ورتها الصورة اللي أخدتها لإيون سون والخازوق اللي كان معاها. جيو بترن عليها تعرف منها هو في ايه، وبتعرف ان صاحبتها خلاص بقت مرتبطة بالخازوق. هو مفيش مشكلة مع جيو، بس بتسأل إيون سون لو كانت كويسة، وهي تقول لها الدنيا تمام ما تقلقيش. بتطلع ان ايون سون لا هي مرتبطة بالكائن ده ولا حاجة، ده هي اساسا بس بتحمي جيو منه. جيو بعد كده بتقابل البنت اللي ساعدتها قدام مركز الشرطة، بنعرف ان البنت دي صحفية وبتقرر انها تعزم جيو على حاجة يشربوها. جيو لما عرفت ان البنت دي صحفية فهي فتحت معاها موضوع ايون سون، وان في صحفيين نشروا اخبار انها بتوعد حبيب جيو بتاع زمان، الولد الاهبل ده. البنت دي فجأة ادت تصرف مريب خلتنا نشك فيها، لكن بينتهي الحوار اللي بينهم على كده. وجيو بتركب الباص وطول الوقت بتفكر في جيول، ولأن الدنيا بتمطر وبتحس ان الجو شبه حلمها فخافت ان حلمها يتحقق تاني، وبتقرر تروح لجيول. وفي نفس الوقت الأستاذ هنا كان بيفكر فيها برضه، بس بيجي هذا الكائن وبيقعد معاها مش عارفة ليه، بس كان بيخلص معاها شغل. ولما خلص بيروح لمكان المكتب بتاعه وبتفاجئ ان الأخت هنا ومبلولة في المطرة، ولما شافها كده خلاها تدخل لجوه. أختنا فرحانة طبعا،
هتستفرد بالولد. بعد ما دخلوا بيقول لها اخلعي. ايه استنى، انت بتعمل ايه؟ دماغك ما تروحش بعيد، اقصد غيري هدومك المبلولة. استنى، هو ايه ده؟ لا تعليق. يا بنتي بقى البسي الهدوم، لما تخلصي بتعالي هنا. بيدخلوا عليهم الناس ديت، والمشكلة دخلوا المكتب ولقوا جيول بهذا الشكل، فشكوا ان كان في واحدة في المكتب. هما مش شكوا، هما تأكدوا. والأستاذة مستخبية تحت. مساء الزبادي، بتحب القهوة ولا عادي؟ مش ناوية تطلعي؟ لا بس عاجبني المكان هنا. هنستعبط ولا ايه؟ قومي انتي مش صغيرة. حاسة ان اللي انت فيه ده كله بسببي. طبعا الاخت مش راضية تقوم عشان طبعا المنظر عاجبها. الصراحة معاها حق. وانتي بقى زعلانة ليه؟ ده لاني بقى عندك وشم وحساك مجبر انك تشتغل هنا، وغير كده ما ادتنيش رقم تليفونك لما شفتني وعملتني وكأنك ما تعرفنيش. خلينا نتكلم بعدين على الحوار ده. يعني انت مش عاوز تتكلم معايا؟ لا مش كده. بعدين بيحصل هذا المشهد. يا ولد والله عيب عليكم، احترموا انفسكم شوية. صدقني انا مش عارفة انت بتفكر في ايه. هتعرفي ازاي وانا ذات نفسي مش عارفة انا بفكر ازاي؟ اقول لكم بتفكروا ازاي بس ما تزعلوش. لا بلاش دلوقتي. تقدري تسأليني. طب هتجاوبني؟ لو عرفت هجاوب. انت بتشتغل في شركة قروض صح؟ وغير كده الوشم اللي على ظهرك. اولا دي مش شركتي، ده مكان بديره كشراكة مع الشركة الام اللي انا بشتغل فيها. اما بالنسبة للوشم فانا عملته عشان بدأت من نقطة الصفر. طب انا السبب في كل ده؟ ليني انا السبب في طردك من المدرسة؟ لا انتي مش السبب، انا ما كنتش بحب المدرسة اساسا. طب لما قابلتني اخر مرة ما ادتنيش رقم تليفونك ليه؟ فاكرة الفلوس اللي اديتها لك اخر مرة؟ تقصد دولت؟ انا صرفتهم بس فادوني قوي. منك. انا عارفك طول عمرك هبلة. الفلوس ديت عليها رقم تليفوني. ايه؟ انت بتتكلم جد؟ يعني انا بتكلم هزار. هو انا ازاي هعرف؟ انت هبل؟ دي ما تتعصبيش، دي غلطتي عشان عارف انك هبلة، والمشكلة ما عملتش حساب ده. فجأة تليفون الأختي بيرن وبيقطع اللحظة الرومانسية، وبيطلع اللي بيرن صاحبها. أستاذنا شكله حس بغيرة وبيحاول يمنعها إنها تكلمه، وفجأة بيعمل تنفس اصطناعي تاني، ويا عيني صاحبها شك في الموضوع وقفل. طبعا الأستاذ يول بيقول لها مين اللي كانت بتكلمه، تقول له وانت مالك، كنا مرتبطين مثلا عشان تتحكم فيا؟ يا سلام. طب التنفس الاصطناعي اللي من قد شوية ده يبقى ايه يا أستاذة؟ بعد كده الأستاذ بيوصل الأستاذة البيت، وأخيرا بيديها الرقم بتاعه. بتروح وبتلاقي أخوها في الشقة وبياخد منها الفيزا بتاعتها عشان يصرف منها، وبعدها بيهرب. هو الولد ده وأكل ايه على الصبح؟ الأخت بعد التفكير بترن على صاحبها عشان توضح ليه الموقف المحرج اللي حصل في التليفون، بس هو فاجئها بأن هو عاوزها تيجي معاه حفلة عيد ميلاد حد زميله، وهي عشان حست بذنب فوافقت. تاني يوم بتروح جيوم مع صاحبها لحفلة صاحبه وتسلم عليه إنها كانت زميلة ليه برضه في الثانوي، والدنيا فل الفل وهي قاعدة كده بتيجي بنت بتلزق في صاحبها. فجيو لما لقيت إن الدنيا واخدة مع صاحبها سكة فكرت إنها تقوم، بس هو ما كانش عاوزها تمشي، لو هي هتمشي هو هيمشي برضه. فهي بتسلك الحوار بإنها تروح الحمام. يا عم أنا رايحة الحمام، هتيجي معايا مثلا؟ انت خليك هنا مع المزة دي. بتروح الحمام وبتشوف الصحفية وهي لابسة لبس عاملة. الأستاذة طلعت بتتجسس على صاحب الحفلة وهو شخصية مشهورة وتقريبا بيعمل حاجة غلط زي متاجرة بالممنوعات. طبعا الصحفية ما قدرتش تقول كده بشكل صريح إلا لما تتأكد من المعلومة دي. على طول جيو افتكرت البنت اللي مع صاحبها قالت تشربوا أي حاجة من دي، فعلى طول طلعت تجري على صاحبها قبل ما البنت تشربه حاجة وأخدته من المكان ومشيوا. عمنا ديول كان قاعد في عربيته وكان مخلي تابع ليه بيراقب الكائن ده لحد ما الأخت ديو طلعت من التاكسي ومعاها صاحبها، وهو شافهم هما داخلين الشقة فوق. الأخت بتشرح لصاحبها على الموضوع بما فيه، بتسأله إذا كان شرب حاجة أو أكل حاجة، قال لها إن هو ما شربش بس أكل. فهي تزعق ليه بس ده غلطتها إنها سابته لوحده، وغير كده إيه اللي يثبت إن الصحفية دي بتقول الحقيقة؟ مفيش دليل أساسا. فجأة بنلاقي في حد بيدق على الباب، فبتفتح وبتلاقي الأستاذ ديول. صاحبها بيطلع وبيقول له أنت مين؟ وإزاي تيجي في ساعة زي دي؟
فهو بياخد جيو ويقول لها تقول له هو مين. والله هو انت بتضرب في الوتر الحساس يا استاذ جيول، مش بتعرف ترد وده الاكيد يعني، وتقول لصاحبها الغلبان يمشي. بجد بعيدا عن الهزار الولد صعبان عليا. والاستاذ يقول لها بكل منتهى الصراحه ان هو قصد يعمل كده. سؤال هنا، هو انت ازاي عرفت رقم الشقه؟ الاستاذ جيول بيقول لها ان هو شافهم، وبما ان صاحبها قعد فتره طويله فوق فعشان كده هو طلع ليهم. الاستاذ غيران. فديت الأستاذة الغيران فجأة بيلاحظ إن حرارتها عالية، وده لأنها بتلبس هدوم خفيفة. هو أنت متأكد إنها لابسة أساسا؟ بلبس كده لأني عندي عضلات بطن وعاوزة أطلعها على خلق الله. احنا كده بدأنا نخرف. غيري هدومك الأول وارتاحي وبعدها ناديني. بتعدي فترة وجيول بيدخل الأوضة بتاعتها وبيستغرب إزاي إن صاحبها ما لاحظش إن درجة حرارتها عالية. ده لأني ما تعبتش قبل كده. هص خالص، ارتاحي. بس انت لازم تنام برضو. هنام بعد ما تنامي. بتروح الأخت في 7 نومة، وطول ما جيول نايمة بتحلم بجيول أحلام مختلفة، شبه إنهم كانوا صغيرين وإن جيول ما انطردتش من المدرسة، وحلم تاني إن جيول بيكون معاها حتى في مسابقاتها وإنهم كمان ارتبطوا. غريبة، بس هي كمان حلمت بحلم بإنها شرطية، وتقريبا كان في حادثة وشخص تقريبا ميت. وهنا الأخت بتصحى من النوم وجيول بيكون لسه منامش. بيديها الدواء وبياخد منشفة عشان يمسح للأخت بما إن حرارتها مش بتقل. وقف وقف وقف، هو أنت بتعمل إيه؟ الأستاذ بيقرب منها ويقول لها اللي هي خايفة منه إنه ممكن يعمل حاجة من غير موافقتها. هو أنت المفروض تاخد موافقتها، هو أنت خليت فيها موافقة أساسا؟ الأخت بتقوله إنها مش خايفة. يا صلاة النبي، هو أنت بتتكلمي بجد؟ الأستاذ أدرك هنا إنها محتاجة حب وحنان، بس برضو ما حصلش اللي في بالكم. ابني متربي. قال لا، هو دي فيها كلام برضو؟ فجأة المؤلف بيدخلنا جو الصفقات اللي كان جيول بيعملها، وبعد الحوار ده بيروح لجيو اللي أخيرا صحت من تعبها. وفجأة الأخت بتجيب سيرة الأحلام إنها بتحلم بيه، بس بتيجي بنتين وبيقطعوا كلامها علشان حضراتهم كانوا عاوزين صورة معاها بما إنها مشهورة وكده. وبعد ما خلصت فجيول بيقول لها تيجي معاه، وهي في عربيته بتفكر في مكالمة الصحفية اللي كلمتها امبارح عشان تسألها عملت ايه، بس مفيش جديد. فبتقول لي جيو انها تحذر من اي حد ليه علاقة بصاحب الحفلة. وهنا الضوء بيجي على صاحب جيو بما انه يعرف صاحب الحفلة، بس اكيد لا، يعني صاحب جيو طيب واهبل. والله صدقيني تحت السواهي دواهي. بنرجع للحاضر شوية وبنعرف ان جيول اخد الاخت لبيته، بس بيته متواضع لشخص بيشتغل كمافيا، بس عجبها البيت. تحس ان بينهم كيمياء، لكني مش عارفة، مش مطمنة ليه. وبما ان الجو رومانتيك الأخت هي اللي بتقرب منه. ما قلنا نتقل شوية على الولد برضو مفيش فايدة. هي لا هوبا، هنقع ولا ايه؟ حيلك يا شبح، هترمي البنت ولا ايه؟ هل من المفروض اقولك انا حاسة بايه دلوقت؟ مش هيكون اكتر من اللي انا حاسه. وايه اللي انت حاسه؟ خليني اكون صريح، انا على فكرة انا مهووس. انتي مش فاهمة انا اقصد ايه. طب ايه المشكلة؟ من الاخر الاخ قاصد تنفس اصطناعي بس من نوع تاني، استغفر الله العظيم. الأستاذ بيقول لها لو عايزة تعرفي ادخلي جوه، وعلى طول الأخت بتدخل. ما صدقت، والأستاذ ما صدق طبعا، يعني أكيد. طب فين التربية؟ ما عرفتش أربي، صح؟ أنا فعلا ما عرفتش أربي، وهنا بيحصل حاجات كتيرة، أشياء قليلة الأدب لأني ما عرفتش أربي فعلا. بس الأستاذ عسول هنا فهنغفله لأني شدت الكرافتة بتاعته حكاية تانية خالص. تعرف بعد اللي احنا نعمله ده لو اختفيت هضربك وأديك المريخ، لاني استنيت 10 سنين. انتي تضربيه احسن والله. المهم بعد الحوار ده الاخت بتستغل الفرصة ان هو نايم وبتاخد جولة في الأوضة، بتشوف دفتر فيه تواريخ وبتلاحظ ان هو كاتب على كل تاريخ حاجات غريبة زي ضرب الرصاص وشرطة. فبتفكر جيو بالحلم غريب، حتى ان الاستاذ بيحلم ان هو شرطي وشايف جيو ميتة. تقريبا في حاجة غريبة بس هنعرفها قدام. بيصحى جيول ومش بيلاقي بطلتنا، وبيكون مستغرب هل هي مشيت، بس بيفتح باب البيت وبيلاقيها بتاكل وبتتفرج في التليفون، وبيروح يرخم عليها والدنيا فراشات معاهم، واحنا سناجي البائسين فلنبكي في صمت. بعد كده المؤلفة بتاخدنا لإيون سون وهي مع الصحفية ونحسهم عارفين بعض. اوكي. ايون سون بتحكي لنا في البطولة اللي كانت هي وجيو فيها. ايون سون خسرت وده عشان كانت عاوزة جيو تفوز،
الصراحة دي تضحية كبيرة بالنسبة لإيون سون إنها تعملها لجيو. يقوم الخازوق البوي فريند السابق بتاع جيو كان عارف عن الحوار ده وكان بيهدد إيون سون، وهي ما كانتش حاطة في دماغها، بس بتلاقي إن بيهددها بإن هو بيتعامل مع منظمة تبع الشركة ويقدروا إنهم يغيروا نتيجة المباراة. يعني كده اللي بتعمله إيون سون لجيو في الهوا، اللي هو أنت بتهددني يا حبيبي. كانت عاملة نفسها هبلة معاه وعملت إنها بتتعامل مع عرض الشركة دي، وده كله عشان توقعه في الآخر. طبعا الكلام ده بتقولي للصحفية من غير ما تجيب اسم جيو، يعني من الآخر ما حبتش تقول اسم جيو اللي الحوار ده كله عليها. بنرجع لجيو اللي بتفكر في مذكرة والتواريخ اللي جيو كاتبها وإنها إزاي متشابهة قوي مع حلمها. هل ده تفسيره إنها تبقى شرطية ولا إيه؟ بس برضو بطلتنا حيرانة على كل الحاجات دي. طب ليه؟ هل ده معناه انهم بيحلموا بنفس الاحلام؟ طبعا الاخت فرحانه بالموضوع ده، بس فرحتها بتختفي لما تلاقي ان الباب بيرن. كانت بتحسب انه جيول، بس بيطلع انها مامتها. كانت بتطمن عليها، بس هي جت في وقت جيول هيجي فيه. رحنا كده في داهيه، وبالفعل على سيرة الاستاذ الجرس بيرن. والأستاذ بيدخل يد الوقعة. رحنا في داهية على فكرة. يدخل الأستاذ وبيبان جنتل في نفسه قدام مامتها ويديها البطاقة بتاعته فيها معلومات الاتصال وإن هو نائب الرئيس وعنده شركة، بس شركة صغيرة. يعني من الآخر بيوصف ليها حالته الاجتماعية، ما هو قدام حماته. قال لها طبعا الأخت اتفاجئت إزاي يديها رقمه كده، ده مرضاش يديها رقمه في الأول النصاب ده، بس بيقول لها ده رقم الشغل وإن محدش غيرها معه الرقم الخاص بتاعه. المهم إن مامتها بتمشي وبيبان الأستاذ بيزور حبيبته، ما هو خلاص ارتبطوا فالدنيا روقان معاهم. صفوا النية، ما حصلش حاجة. الأخت جيو تاني يوم بتفكر في كلام جيول على إن هو بيشتغل في شركة صغيرة ونائب للمدير، وبعدين هو قال لها امبارح إنه رتبته قلت. هو في لغز في الموضوع، فعشان كده جيو بتقابل عمها الضابط. المهم أول ما بتشوفه بتقوله إنها وجيول ارتبطوا خلاص. ارحمكم الله يا عم، الراجل شكله هيفتس مننا. هنا جيو بتطلب منه ان هو يفهمها هو جيول بيعمل ايه بجد، وايه حكايه انه رتبته قلت وشركته ايه اللي حصل ليها. بيقول لها بصي هو حاليا في مكانه امنه عن قبل كده، وده افضل ليه، بفضل ده قدر ان هو يقابلك تاني. طب يا عمو ما احنا مش فاهمين. طب انا مش فاهمه منك، هو مش عاوز يقول لي؟ طب خلاص انا هعرف لوحدي. وهي ماشيه غضبانه كده بيجي رساله ليها من الصحفيه، فبترن تعرف الوليه دي عاوزه ايه منها، فطلعت عاوزه من جيو معروف وده متعلق باين سون. المهم ان الصحفيه مش بتقول لها على التليفون وبتيجي بعربيتها وبتاخد جيو عشان تفهمها ايه الحكايه. بصي من الاخر هو في منظمه بنشتبه فيها، هي اللي بتسيطر على الرياضه وعلى السياسه وحتى الادويه والممنوعات، ومن ضمنهم الكائن ده اللي اسمه ووجين ده، وربي قص الفساد. هنا بقى عارفه البوي فريند بتاعك زمان؟ ايوه هو برضو فرد من المنظمه دي، وكان بيحاول يجر ايون سون في الحوار، بس ايون سون كانت بتسرق المعلومات منه وعن المنظمه، عشان كده عرفنا مين اعضائها. احنا دلوقتي بنجمع ادله علشان هنسقط المنظمه دي باللي فيها. طب ازاي؟ في حفله دلوقتي الشركه عاملاها، انت روحي مع البوي فريند بتاعك زمان اللي هو الخازوق، وهي هتديها كاميرا في شنطتها عشان تجمع الادله. الموضوع غريب، بس فعلا جيو بتروح مع الاستاذ الحفله وبتشوف الكائن ده، والخازوق فكر انها بتحاول ترجع ليه وبيقرب منها، بس بيلاقي الاستاذ بتاعنا. الاخت جيو جابت الوان من الرعب. طبعا جيول بيتكلم مع الخازوق بشكل عادي لانهم عارفين بعض، ما هم في منظمه واحده، ولما يشوف جيو بيعمل نفسه من بنها كانه يعرفها. مش انتي بردك البطله المشهوره صح ولا انا غلطان؟ الاخت مش عارفه ترد بايه، فبتجري من قدامهم وتمشي للحمام. وهي ماشيه بتفكر في كلامها مع الصبح قبل ما تيجي، كانت قايله ليه انها رايحه تشوف صاحبها، بس ما قالتش ان هو كان الخازوق، يعني هي كده كدبت عليه. وهي ماشيه سرحانه بتخبط في حد، بيوقع شنطتها باللي فيها، والكاميرا بتيجي تحت رجل الاستاذ بتاعنا. بياخد الكاميرا وبيسالها هو ده لي ايه. فكري قبل ما تجاوبي. بيلاحظ ان في ناس جايين، فبياخد جيو للحمام، والكائن ده بيدخل الحمام وبيتكلم عن الصفقات مع اللاعبين. الاخت جيو سمع كل حرف بيقوله الكائن ده، فغير اراديا بتعمل صوت، والكائن ده انتبه للصوت، فجيول هنا بيتصرف ويقول له ايه انا هنا بعمل زي الناس. فالكائن ده بيمشي بعد ما سمعه لانه عارف ان هو جيول، بس قبل ما يمشي بيطلب من جيول فلوس، بس جيول بيزعق ليه ان هو يمشي. ودلوقتي نيجي على موضوع الاخت. الاستاذ مش ناوي يسيبها غير ما تقوله هي بتعمل ايه هنا،
وهي طبعا مش راضية تقوله لأن هو برضو مش راضي يقولها على أي حاجة. وغير كده مكالمة وزين عن الصفقة ولاعبين وفلوس. ايه فلوس ايه اللي تديهاله؟ السؤال بس، هو انت بتشتغل مع الكائن ده؟ مش هو برضو السبب في طردك من المدرسة؟ وكمان شغال ومؤسس شركة معاه، الله ينور فعلا. فبتقوله يديها الكاميرا وهو بردك مش راضي يديها لها، والموضوع بينقلب بينهم. فين الفراشات؟ احنا حسدناكم ولا ايه؟ فهو بيقولها طب لو انتي مش راضية تقوليلي ليه بتعملي كده، طب قوليلي مين طلب منك تعملي كده. وطبعا جيو هنا مستحيل تقوله، وهو مش هيديلها الكاميرا طبعا غير لما هي تقوله. وبما ان الموضوع كده فهم هنا انتهوا. الله، احنا فعلا حسدناكم. بعد كده ندق على الخشب يا جماعه. المهم ان جيو بتروح للصحفيه وتقول لها انها فشلت والكاميرا راحت منها. الصحفيه هنا اتفهمت الموضوع وتقول لها انها هتتصرف، والمره دي هي اللي هتحاول تجيب ادله، وعشان كده هتستخبى في مكتب وجين وتجمع الادله. وفي نفس الوقت اخو جيو بيرن عليه صاحبه ويقول له ان صاحب اخته خسر في المباراه، وانه يا ريته ما شجعه اساسا لانه خسر الرهان اللي كان حاطه عليه. اخو جيو بيتاكد من الكلام ده وفعلا الكلام صح. في الوقت ده جيول بيدخل مكتب وجين ويديله على وشه، ايوه كده اديله على وشه، ويهزقه على الصفقه اللي عملها في مقابل ان صاحب جيو يخسر. هو كده وجين بيسبب المشاكل، ولو الصحفيين سموا خبر فالمنظمه ممكن تتورط. فبيقول له انت عارف انا سايبك عايش لحد دلوقتي ليه؟ والموضوع هنا بينتهي. نرجع لجيو اللي بتروح لصاحبتها وتقول لها انها كانت مع الصحفيه وعرفت كل حاجه، وان ايون سون خبت السر ده عنها. يعني جيو هي السبب في ان ايون سون طلعت من المباراه عشان جيو تفوز. بس ايون سون بتقول لها انها عملت ده كله عشانها وعشان تساعدها، وهي مش ندمانه على كده. بعد كده بنروح للصحفية اللي بتكون ماشية بتكلم صديق ليها من الصحفيين، وما بتكونش منتبهة، بيجي واحد من ورا وبيضربها وبيغمى عليها. ما تقلقوش هي ما ماتتش. هنا جيو وقتها بتكمل كلامها مع ايون سون وتمشي من عندها، وبيجي لها مكالمة من صاحب الصحفية وبيقول لها انها تعرضت لحادثة. وهي أول ما سمعت الخبر على طول فكرت في جيول. بتروح له البيت على أساس إنها تسأله بس محدش في البيت. بتقعد تفكر في أيام زمان لما شكت فيه إن هو ممكن يكون السبب في إنه هو اللي بيتنمر على أخوها، مع إن أخوها بنفسه قال لها إن هو معملوش أي حاجة. بس برضو جيول سابها لدماغها من غير تفسير، وهي بجد يائسة من إن هو مش بيفسر ليها أي حاجة. بيدخل جيول وبيستغرب إن الأخت هنا. هو أنتي من النوع اللي بتقابلي حبيبها السابق في السر ولا إيه؟ كان لازم تقفلي الباب على نفسك. بس أنا سعيد إني شفتك. أخدتي كاميرتك من جوه ولا لسه؟ انسى موضوع الكاميرا، الخطة دلوقتي اتغيرت. يا سلام بالبساطة دي. طب ما تخلي الشخص ده يبطل ان هو يعمل خطط. الشخص ده اتعرض لحادثة، بس شكلك كنت عاوز ده يحصل. اها، انتي هنا بقى جاية عشان بتشكي فيا. وطبعا بيحصل بينهم شد في الكلام، بس بيجي عندها يقول لها للشخص اللي انضرب ده مهم قوي عندها، فبتقول له ايوه. وهنا بيقول لها تمام هينقذوا ليها باي طريقه، بس اهم حاجه ان جيو تفكر في نفسها. وبيقول بصوت بيبين خوفه عليها ان هو خايف شويه المره دي. طبعا احنا مش فاهمين حاجه ولا هي فاهمه حاجه. فالبطله بتاعتنا بتقول له انها ما تقدرش تفكر في نفسها وتتجاهل اصحابها كده. انت مش راضي تقولي فيه ايه او حتى توضح لي ايه المغزى من كلامك، ومستني اكون معاك. الاستاذ هنا بيقوم ويقول لها تمام انا الشرير وابن كلب كمان، وبيخليها ترجع للبيت. وهي بتزعل انها مش عاوزه تمشي، وهو بيطلعها بره بيقول لها ان شخص ممكن يموت، وان هو مش عاوزها تتدخل في حاجه خطيره، خصوصا لو ليها علاقه بالمنظمه او ووجين بالذات. المهم انها تخلي بالها من الطريق وهي مروحه للبيت. وبيقفل الباب وبيكون متضايق، وبيقرا المفكرة وبيدور فيها عن التواريخ اللي كان كاتبها، وتحس الولد تعمل حياة وكأنه بيحارب لوحده. في تاني يوم الأخت جيو بتطلع غلها في التمارين، فبيرن عليها أخوها يقول لها عن صاحبها اللي خسر في المباراة وأداؤه سيء بطريقة ما أقولكيش. فبتقول له عادي قدر الله ما شاء فعل، الفوز والخسارة دي بتاعت ربنا. فأخوها يقول لها إن الموضوع مش كده، ده الناس بيقولوا إن هو خسر متعمد واخد رشوة عشان يخسر. فهنا أخوها بيطلب منها إنها تخلي بالها من صاحبها الفترة دي، ممكن يكون حصل معاه مشكلة وانت عارفة إن هو بينكسف يقول. فالأخت بترن عليه بس تليفونه مقفول، وهنا عرفت إن برضو ممكن وجين السبب في حوار المباراة اللي صاحبها خسرها. بتروح المستشفى لأن جالها خبر إن الصحفية صحت من اللي هي فيه، وجيو هنا أخدت قرار إنها تساعد الصحفية تتسلل لمكتب وجين. وهنا بيشرحوا ليها ازاي هيتسللوا،
وبما ان المكتب في مبنى قديم فالامن هيكون ضعيف، ولو بصينا لناحيه سلم الطوارئ بيخلوها مفتوحه في اول الليل، وفي حراس بيحرسوا المكان بس بتتغير نوبه الحراسه بتاعتهم كل فتره وفتره. ولحسن الحظ ان الكاميرات اللي عند السلالم مش شغاله، ودي نقطة هنستغلها عشان ندخل هناك. طب بعد ما تتسللوا ايه اللي بعد كده؟ هتاخدوا ايه من مكتب وجين؟ الصحفية هنا بتضحك لانها مش عارفة حتى، يعني رايحين للخطر وبعد كده وقف التفكير. بس الاخت الصحفية فاكرة انها ممكن تلاقي حاجة في مكتبه وتساعدها. يا فرحتي والله. وغير كده بتقولها ان في خزنة لو عرفنا نفتحها بالارقام اللي جمعناها ممكن نلاقي حاجة هناك تساعدنا. والرغم من انهم هيخاطروا بس مش عارفين ايه بعد كده، بس جيو تقول لهم تمام هي اللي هتتسلل لمكتب وجين. هي ليه الاخت دي بتحب المشاكل وبتحب انها تجري وراها؟ حد يفهمنا والله. وبنرجع لجيول اللي بيكون مكتئب وحالته حالة، بيدور على وجين وبيدخل لمكتبه مع ان الحارس قاله ما يدخلش، وهو ولا عبره حتى، ودخل قاعد يا عيني بيفكر في جيو، بينادي اسمها كده كمجرد ان هو افتكرها على باله. ويا سبحان الله بنجيب سيرة القط طلع لك ينط. بتقول ان هو ازاي عرف ان هي هنا. الولد يا عيني انصدم لما شافها، هو بس قال اسمها كده ما كانش متوقع ان هو هيلاقيها. انا كده خدت الصدمة. المهم ان هو يزعق ليها ويقول لها ازاي دخلت واذا كان حد شافها ولا ايه، فبتقول له ما يقلقش لانها جت من باب الطوارئ، وهو يا عيني خايف عليها. فهي تقول له ما انت مش بتقولي على حاجه، فيقول لها ازاي برضو تعمل حاجه زي كده، بس خلي الموضوع ده على جنب، هي دلوقتي عاوزه ايه من المكتب؟ فبتقول له حاجة زي قائمة أسامي ناس متورطة في حاجات غير قانونية مع وجين، وهو هنا بيديها فلاشات فيها معلومات اللي ممكن تكون مهمة، وبيحاول معها يفتحوا الخزنة. وبتستغرب إن واحد من الأرقام اللي الصحفية مديها لها نفس رقم التليفون الفرعي اللي كانت بترن على صاحبها منه، بس طنشت الموضوع لأن الخزنة فتحت. بس المشكلة بيلاقوا صوت وجين قريب من المكتب. احنا كده وقعنا في مشكلة كبيرة. بيدخل وجين وبيلاقي الأستاذ جيول بشحمه ولحمه، بيتعامل جيول معاه بشكل طبيعي جدا جدا، بس وجين بيكون شاكك كأن في ريحة حد في المكان. هو انت يا ابني شغال كلب ولا ايه؟ بيدور في المكان بس مش بيلاقي حاجة، والحمد لله عدت على خير. وجيول بيكلمه بشكل طبيعي جدا جبل ما يهزك ريح. وأول ما وجين يمشي على طول بيطلع جيول اللي كانت متعلقة في الشباك. يعني يا ابني الولد كان خايف عليها لا تكون وقعت. هنا جيول بيمسك أعصابه ويقول لها تمشي بسرعة. المهم انها بتمشي وجيول ما صدق ان الدنيا تمام، بس يا فرحة ما تمت الحراس شافوها، فهي على طول رجعت للمكتب تاني. يا ده الوقعة. فعشان كده جيول بيتصرف وبياخدها للسطح ويقول لها تعرف تقفز المسافة دي؟ فهي تقول له هو انت نسيت اللي انا رياضية ولا ايه؟ كنت بقولك عضلات بطني يا عم افهم بقى. لا الولد برضو خايف عليها مش مكفيه العضلات، فبيقول لها كتحفيز ان هو هيقول لها على كل حاجة، ده لو هي عدت الناحية التانية من غير ما تتأذى. اللي انا افهمه منك دلوقتي انك وعدتني. الاخت ما صدقت، بتبص تحت تلاقي الكائن تحت بيدور عليها، بترمي الجوانتي بتاعها وهي لهوبا بتقفز والحمد لله عرفت تعدي. الولد اعصابه ثابت وهي خلاص بتكمل طريقها بالشكل ده، قفزة ورا قفزة، وهو يا عيني ميت رعب عليها حتى رجله مش قادرة تشيله. عنده تسلخات ولا ايه؟ بس بيبص لورا بيلاقي الكائن ده، بيعرف ان جيو خاين وانه ساعد البنت دي، وبيستنتج انها هي البنت حبيبته من الثانوي. هلا شكلك خايف عليها مني، عشان كده بقى تصرفاتك قبل 20 سنة معايا اتغيرت وبقيت تعاملني بعنف، ولما ضربتني عشانها وبعدها جيت المستشفى تتوسل ليا، ده كله علشان خايف عليها مني. بعدها الاستاذ بيطلع تليفونه وبيأمر حراس انهم يروحوا وراها، فجيول بيمسك فيه والكائن ده فرحان في جيول. نرجع للاخت بقى اللي بتحاول تهرب من الحراس بس كشفوا مكانها، ودلوقتي ما قدامهاش غير انها تقفز لتحت، بس المسافة كبيرة، وهي هنا بتخاطر وبتقع لتحت ورجلها انصابت بس كملت مشي، ولكن للأسف عربية بتيجي وبتخبط في جيو. النهاية. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة. الصراحة كان نفسي اقول لكم كده بس المؤلف ليه رأي تاني. بتصحى الأخت من النوم وكأن ده كله ما حصلش أساسا، وهي الأخت في الباص كأننا رجعنا للفصل الأول تاني، وبرضو الأستاذ بتاعنا بيدخل نفس الدخلة وبيقعد قدامها برضو، بس الاختلاف هنا إن هو بيضير وشه ويقول لها أهلا. هو المرة دي هو اللي فتح معاها الكلام وكان عاوز رقمها كمان، حد يفهمني هو في إيه اللي بيحصل، بس بيطلع إن ده كله مجرد حلم وجيو في المستشفى، وأمها رنت على جيول اللي كان ميت من الرعب. بس المهم إن جيو بخير وحاليا ما
مفيش خوف عليها وهتبقى تمام التمام. فهو قال لها ان هو هيهتم بيها وهي ترتاح شوية. جيول هنا بيتكلم وبيقول ان هو كان خايف لا يكون خسرها تاني، وان كل حاجة عملها راحت خلاص، لانه كان بيحاول يحط نهاية لكل اللي بيحصل، وبيفكر في انه كان لازم يبعد من الاول. فاختنا بتصحى وتقول له ناوي تنتحر ولا ايه؟ على فكرة الشباك صغير مش مساعد. ناوي تموت عشاني مرة تانية؟ قال لا ايه ده؟ هو الاستاذ اتفاجئ ان هي رجعت ليها الذاكرة. طبعا انتوا مش فاهمين حاجة، بس خلوني افهمكم. الاتنين دولت بيموتوا ويرجعوا تاني لليوم اللي اتقابلوا فيه في الباص، والغريب ان كل اللي فاكر فيهم هو تشاو جيول بس. يعني من الاخر احلام الاخت جيو كانت لحظات حصلت قبل كده، وهي افتكرتها لما تعرضت لحادثة. فهنا الاخت بتسأله هي ديت المرة الكام اللي رجع فيها؟ فبيقول لها ان هو رجع 3 مرات وديت كانت المرة الرابعة. يا عيني ابننا بيعيط من كتر اللي حصل له، لان في كل مرة يشوفها تموت قدامه ويرجع يبدأ تاني من نقطة تعارفهم ببعض. وفضل على هذا الحال بيعاني لانه مش عارف ينهي الموضوع بنهاية سعيدة، مع ان في اول حياة ليهم هو اللي اعجب بيها وكان هو اللي اتقرب منها الاول، ومع الوقت هي قربت منه فغير من نفسه عشانها وبطل يروح مع عصابة وجين وبدأ يجتهد في دراسته. بس للأسف جدته ماتت وجيو كانت معاه وفضلت تواسيه، وهي من بعد اليوم ده بقت كل حاجة بالنسبة لتشاو جيول. بس يا فرحة ما تمت بين الحلوين دول، لأن أس الفساد طعن جيو وهرب. تشاو جيول حاول إن هو يرن على الإسعاف، بس جيو وقتها كانت فرقة الحياة، فهو اتمنى الموت وبالفعل صحى من النوم لقى نفسه رجع بالزمن تاني وكأن دعوته اتحققت. لكن برضو نفس المصير، وتشاو جيول المرة دي بياخد الطعنة من وو جين، وهنا بيجرب إحساس جيو اللي ماتت قبل كده بنفس السبب، بس بيكون فرحان على إن هو على الأقل عرف ينقذها. وللأسف تشاو جيول بيموت، وبنرجع تاني لنقطة الصفر وبيحاول يغير كل الأحداث بس مفيش فايدة، وبيموت وبيرجع تاني. الولد تعب من كتر المحاولات، بس في كل موتة بيكون الزفت وجين السبب. الولد خلاص فقد الأمل حرفيا وركب الباص، بس المرة دي قعد ومداش أي رياكشن ولا كلم حتى الأخت جيو، وكأن قرر إن هو ما يقربش منها وينهي الموضوع. بس المرة دي هي اللي قربت منه، والولد بعد ما فقد الأمل فهي اللي رجعت له الأمل ده تاني. وبكده يكون الأستاذ جيول حكى للأخت كل حاجة، بس هو المرة ديت متفائل عنده أمل إنهم هيعيشوا أخيرا مع بعض. هي مستغربة بس زعلانة إن هو استحمل ده كله لوحده. الأستاذ هنا بيضحك ولا كأنه متأثر. الأخت أهي هتبدأ تعيط، وهو يقول لها إن هو مش بيقول لها كده عشان تحس بالذنب، هو فعلا دلوقتي سعيد، وإنه لما اختار إن هو يعيد الزمن كذا مرة ويرجع تاني لنقطة الصفر، وإن هو يحاول ويحاول، لأن ده كله كانت رغبته وجشعه، وده لأن هو بيعشق أختنا جيو طبعا، يعني هو مش قادر يستغنى عنها. وفجأة الأخت بتفتكر الصحفية لازم تقول لها إيه اللي حصل. وهنا تشاو جيول يسأل جيو هي ليه صحيح كان بتجازف بحياتها عشان تعمل اللي عملته، وقصده هنا على ليه اتسللت لمكتب وجين. فده بتقوله عشان هي بتنتقم لأصحابها. الأستاذ يقول لها دي مشكلتهم ليه نتدخل؟ والله أنا شايفة إن معاك حق. بعد كده المؤلفة بتجيب لنا أحداث بعد ما جيو طلعت من المستشفى، وإن مزنا الرياضي نقل الشقة بتاعتها عشان يعيشوا مع بعض، وفجأة بقى تعامله معها مش بارد زي الأول. وهنا هي بتفتكر بقية كلامهم في المستشفى بإنها لو اتجاهلت اللي بيحصل لأصحابها فهي مش هتقدر تعيش في سلام، بس ده مش معناه إن هي عاوزة تموت. وبما إن ذاكرتها رجعت فتشاو جيول ما يشيلش هم كل حاجة لوحده، وإنه برضو يعتمد عليها. انتوا لاحظتوا إن أنا بقيت أقول اسمه كامل تشاو جيول بدل جيول، لأني أنا فعلا حسيت إنكم متلخبطين في الاسم بينه وبين جيو. المهم إن كلام جيو ليه خلاه يحس بالراحة، هو كل اللي عاوزه كمساعدة إنها تفضل عايشة وما تموتش. بيقول لها ان موضوع شركته هيخليه على جنب دلوقتي، بس الاسم اللي جيو قالته اسم اين سون فكرت تشاو جيول بزمان. بنعرف ان هو اللي قفل باب المستودع على جيو عشان يتهم الموضوع ده في اين سون، عشان يخلي كل المدرسة تكرهها ويتيح الفرصة ان ما يكونش ليها اصحاب فتقرب من جيو. لا احي بجد على التفكير يا استاذ جيول، وعمل كل ده علشان جيو تبعد عن صاحبها. جيو هنا بتسأله هو ليه عمل كل ده، وده لان الاستاذ مش عاوز حد يحبها غيره، وهي مش هتلاقي حد مجنون شبهه يحبها الحب ده. هنا تشاو جيول يقول لها ترن على الصحفية وهو هيساعد باللي يقدر عليه، مع انه عارف ان الموضوع هيتعقد اكتر. بعد مدة بيروح للصحفية، والصحفية بتتأسف لجيو لانها اللي حطتها في الموقف ده. طب لو انت عارفة كده ما تخلينا نمشي. يا عم اسكت، انا كويسة ما تخافيش، كل اللي انا عاوزاه هو سلامة اصحابي. الصحفية مش فاهمة حاجة، فجيو تقول لها ان وو جين احتمال يكون مهدد صاحبها. جيو مش متأكدة من ده، بس هو من فترة مش بيرد على مكالمتها،
جيو بتدي ليها ورق اللي أخدته من مكتب وجين وتقولها تتحقق من الورق ده. جيول بياخد الورق ويقول للصحفية ان الورق ده في اسامي الناس متورطة تحت بند رعاية اللاعبين. فالصحفية بتدي لجيول ورقة كده وبتقوله ان فريق التحري بيقول ان هو لقى مستودع فيه ممنوعات وكان الشخص ده هو اللي متورط. مش ده صاحب الحفلة؟ جيول بيقول لها انه ما يعرفش حاجة عن الحوار ده وهو جاي هنا عشان يتكلم عن صاحب جيو، فهي تبطل تدخل في مواضيع تانية. الصحفية بتقوله ان كل اللي هي تعرفه عن صاحب جيو ان هو خسر المباراة بسبب التلاعب في نتيجة وانه واخد رشوة، والمشكلة ان الكلام ده بينتشر بسرعة وانهم حاولوا يتواصلوا معاه بس هو مردش وده اللي مخليهم يشكوا اكتر. جيول هنا بيسكت وبيفكر ويقول للصحفية مثالا ان لو الشركة اللي هي فيها بتدعم اللاعبين فهل ممكن الشركة دي تتلعب في مبارياتهم؟ فالصحفية تقوله ايه قصدك من الكلام ده؟ هل شركته بتتلعب في المباريات فعلا تحت مسمى رعاية اللاعبين وهم من تحت لتحت مسيطرين عليهم؟ جيول بيسكت وهنا لحظة صمت من جيو. بس السؤال هنا ليه تعاونت مع ووجين عشان تبني المؤسسة دي؟ يا عم ده راجل مغبول وأهبل. فجيول بيقول لها انه ما كانش متوقع انه لما يديه استثمار في شركته فهو هيستغله بالشكل ده. مش عارف كان ده بيفكر ازاي بس احييكي على ذكائك. انا جيت هنا اديك المعلومات ببلاش لواحدة ما تعرفش حاجة. مش فاهمة قصده ايه بس اتوقع ان هو بيتريق. فجيول يقول لها ان هو هيعقد صفقة معاها بما انه اداها معلومات هتفيدها. طلبه بسيط خالص هو ان اخبار صاحب جيو تنشال وان الصحفية ما تتكلمش عن علاقة ووجين بصاحب جيو لحد ما يعرفوا الحقيقة. بعد كده بنروح لمكان كده فاكرين صاحب الحفلة بيروح لووجين يستسمحه، ده لان ووجين قرر ان هو يضحي بصاحب الحفلة للشرطة لان هو انكشف بيتاجر في الممنوعات. بنبص كده وبنلاقي الشخص ده. استنوا كده، مش ده صاحب جيو؟ احب بجد انا قلت لكم تحت السواهي دواهي. نرجع لعصافير الحب بس جيول بيفكر ان هو عمل كارثة كبيرة انه خلى ووجين بقى اخطر من اي وقت وهو مش عارف ليه الشخص ده بيتورط مع جيو في كل مرة حتى بعد ما اداه السلطة والفلوس عشان يبعد. ليه دايما بيبوظ حياته مع جيو؟ وحاليا جيو نادم لانه دايما السبب في اذية جيو. اكيد هو السبب لان هو لو مش في حياتها كانت جيو عاشت كويس. جيو تقول له يقوم، هي مش عاوزة تشوفه كده. المهم ان الاخت بتديه تنفس اصطناعي كده عشان يقوم. وانا بركز على اهدافي بس الموضوع بيتطور بينهم. استغفر الله بجد. اسمعني، احنا لسه مع بعض وانا واثقة فيك. نفسي لو استعيد ذكرياتي كلها على الاقل ما تعيش الهم لوحدك. بنلاحظ ان الاخت لابسه خاتم وبنعرف ان جيول هو اللي اداهولها زمان لما هي كانت بتمر بمواقف صعبه. هو صحيح ما قالهاش ان هو اداهولها بس هي خمنت ان هو. المهم ان جيو بتحسن من حالته وتخليه يضحك اخيرا. جيو بالها ارتاح لكنها اتعكنن دلوقت. تعالى هنا، ايه قصدك من التلاعب في المباريات اللي قلته للصحفيه؟ ما تتهربش من السؤال يا استاذ. هقولك بس ما تزعليش. انا عملت ده مرة واحدة بس. كنت براقبك زمان، حسيت انك تعبانة بسبب المباريات الكتيرة اللي لعبتيها، عشان كده قررت امنحك فوز من غير تعب. كنت بتعامل مع المدرب علشان اخلي ايون سون تتنازل بس هي مرضتش في الاول، بس المدرب كان ليه طرقه. طبعا جيو بتزعل من كلامه وبتكون زعلانة على صاحبتها لان جيو فعلا طلعت السبب مش زي ما ايون سون قالت ليها. جيو بيدري غلطته ان هو قال لها بس هي مش زعلانه. كفايه ان هو فضل يرجع بالزمن ويشوف نفس الماضي كل مره علشانها وكانت الحاجه الوحيده المتغيره في حياته هي جيو. بيعتذر جيو منها فهي تقوله لا عادي انت اولى من اي حد. فبتقوم وتقول ان هو يلاقي طريقه ما يخليش حد يعرف عن الخبر ده ويبعد ايون سون عن المشاكل. جيو هنا هيعمل كل اللي هي عاوزاه وجيو كل اللي هي عاوزاه منه ان هو يكون متفائل لانها واثقه فيه ان هو هيخرجهم من العذاب ده. تاني يوم جيو بتروح مع جيو اللي بيت صاحبها بس مش بتلاقيه. وفي قمة كلامهم مع بعض بيلاقوا شخص طالع من جوه واخيرا لقت صاحبها. بتنزل لتحت عشان تتكلم معاه وبتسيب جيو لفوق. على فكرة انت مش مسيطر خالص. بتلاحظ جيو ان صاحبها بيعزم المكان وهو بيأكد كلامها ويقول لها تيجي تقعد هنا عشان يتكلموا وبيعتذر منها لانه معرفش يرد عليها عشان كان مشغول. فهي تقوله هتعمل ايه في المباريات الجاية؟ فبيرد عليها بان هو شكله هيسيبهم. طب ليه كده؟ فصاحبها يقطعها ويقول لها ان هو بيحبها. جيو مش عارفة تقول ايه في الموقف ده. هو ذات نفسه مش عاوز يحط نفسه ولا هي في موقف زي ده.
بس هو مش عارف هو حبها امتى. بيقول ان هو ما رضاش يصرحها علشان خايف على صداقتهم، بس ادرك فجأة ان هو في شخص دخل في حياتها، وهي دايما لما يجي يحكي ليها عن اي حاجة عن حياته هي دايما بتكون مشغولة. فجيو بتعتذر منه فهو وقفها. هو مش عاوز يخليها تحس بالذنب لانها سابته، بس برضه هو مش عارف ينكر ان الشخص اللي حبه سابه. هو مش عاوز يلومها لكنه كده بسببها رغم صعوبة الموضوع، لكنه هيتظاهر ان هو بخير. فبيقولها لآخر مرة انها تحضنه زي ايام زمان، ويقول لها شكرا على كل حاجة وتخلي بالها من نفسها. جيو شكت ان في حاجة غلط، ليه بيعزل وليه يقول كده كأنها آخر مرة. وهو يقول لي لو حد سأل عليه قوليله ما تعرفينيش وكأننا ما تقابلناش النهاردة. فجيو تقول له هل ده بسبب وجين؟ فصاحبها يقول لها ازاي تعرف الاسم ده؟ مش مهم ازاي عرفته، المهم هنا هل هو مهددك عشان كده انت هتهرب؟ ايه العلاقة اللي بينكم؟ فجأة بنرجع لأستاذنا وبيشوف صاحبها طالع لوحده غريب. بيقول لجيو ان هو عارفه من ايام زمان. ايوه قولي بقى جيو فين؟ صاحبها اتضايق من ردة فعله فبيسأله اذا كان جيو عارفة ان هو بوظ الدنيا لما ادى لوجين الفلوس. فجيو يقوله ان هو قال لها على كل الكلام ده. احنا مش بنخبي على بعض زي ناس كده. يعني قصده ان صاحب جيو بيخبي على صاحبته. صاحب جيو اتعصب اكتر، فجول يقوله ان هو شايفه قريب من وجين بما انه عارف القصه، بمعنى ان جول يعني اداله الفلوس والحوارات دي. فصاحبها بيقوله ينزل لتحت وهيكتشف وبالمره يهديها شويه. جول اول ما سمع الكلام ده نزل لتحت على طول وبيلاقي جيو مكتئبه فعلا. بيفكر ان صاحبها عمل لها حاجه غلط، بس الاخت تعرف ان صاحبها قريب لوجين، يبقى ابن خاله، هو عيلته الوحيده بالنسبه ليه. الصدمه دي خلت جيو في حاله مزاجيه وحشه كده. عرفت ليه الرقم السري بتاع الخزنه ما كانش غريب عليها. تشاو جيول بياخدها عشان يطلعوا، بس الشرطة بتوصل المكان وبتاخد الاتنين للتحقيق. تشاو جيول بيطلع بره يطلب المساعدة من عمه الشرطي، اما في الجهة التانية كان المحقق بيسأل جيو عن مكان صاحبها. فهي افتكرت لما صاحبها قال لها ما تقولش لحد على انها قابلته، فهي مش بتدي للمحقق اللي هو عاوزه. وبيوصل عمه الشرطي وبيقول للمحقق ان هو هياخد الاتنين دول، وبالفعل بيطلعهم وبيتجمعوا في مطعم. المهم ان عمه الضابط واستاذنا نحسهم مش طايقين بعض. جيو حست بكده برضه. المهم انها بتسأل سؤال وتقول له عمو هو انت كنت تعرف جيول من جدته؟ فالعم يقول لها ان هو اول ما شاف جدته عارف انها شخص طيب. ما جدتي ما كانش عندها نظر. جيو هنا بتكون في قمة الإحراج بسبب الكلام اللي هو بيقوله. شكلك بردك حسنت من صورتك قدامها. عمو الشرطي جاب اخره من غلاسة جيول فبيقوم ويمشي. هنا جيو عايزة تعرف ليه القلب اللي الأستاذ قلبها على عمه. هو أنا لازم أشرح كل حاجة ليكي؟ فهنا بيشرح ليها ان هو من بداية دخوله في حوارات المنظمة والصفقات كان بسبب عمه اساسا. هو جيول كان عاوز شغل، بس عمه كان عاوز معلومات يزود بيها مكانته. تصادف ان الموضوع مربح للاتنين، بس برضو الموضوع كان صعب على جيول ان هو يستحمله في بعض الاحيان. جيول لما عرفت قالت له انهم يمشوا من هنا احسن. بيروحوا لبيته. يا ساتر استر. هنا الاخت ادركت الجانب الحقيقي من العم، واستاذنا بيكمل ليها بقية الحوار بان رتبته قلت في المؤسسة، وده كان بسبب جيو. انا مالي يا لمبي. بنعرف ان لما الاستاذ ساعد جيو في مبارياتها زعيم المؤسسة عرف وما بقاش يثق في جيول، لانه بقى يعمل حاجات ملهاش قيمة وبيعرضهم للخطر، فعشان كده قلل من رتبته. وده طبعا اثر على العم، لان رتبة جيول حاليا مش هتتيح ليه ان هو يجمع المعلومات اللي عمه عاوزها. وطبعا جيول ما يعرفش يطلع من المنظمة بسهولة لانه عارف معظم اسرار المنظمة ويقدر ان هو يديها للشرطة. جيو حست بالعبء اللي جيول حاطط نفسه فيه. هل أنا خيبت ظنك فيا؟ أنا مش القوي اللي مفيش من أم 2 زي ما انت كنت فاكرة. فجيو تقوله إنه ظنها فيه عمره أبدا ما يخيب ولا تفقد الأمل فيه حتى، بس هي اللي كارهة نفسها وفقد الأمل. ما كانتش تعرف إن الشخص اللي سبب المعاناة ليهم كان قريب منها قوي، وإن صاحبها كان واحد من الأسباب الماضي المشؤوم. فعشان كده هي فقدت الأمل، لأن المصير شكله هينتهي زي كل مرة. انا قلتلك تحت السواهي دواهي. بنروح للدواهي وبنعرف انهم هربانين عشان هيسافروا برا كوريا عن طريق البحر، ومش هيرجعوا غير بعد 4 أو 5 سنين. بقول لكم ايه، ما تاخدوني معاكم. طبعا الدواهي دول بيكون عندهم مزرعه ممنوعات من اللي قلبك يحبها، هيجمعوها ياخدوها معاهم، بس هم خايفين من الملفات اللي اتاخدت من مكتب وجين. هم كده هيروحوا ورا الشمس. يا ريت والله عشان اخلص بقى من القصه دي. تعبت والله من تسجيل. حسوا بيا والله بجد. المفروض تعملوا لي لايك والله على الفيديو. اللي لو شفته ما عملش لايك هنط في كرشه. جيو قاعده في بيت شاو جيول ومكتئبه كالعاده. طول القصه مكتئبه، يعني مش حاجه جديده. الاستاذ جيول مش عاجبه حالها فقرر ان هو يخاطر ويقول لعمه، وعمه يقول ان هو بكده هيروح فيها لو هو بلغ عن المنظمه. جيول ما عندوش مانع طالما مش هيشوفها بالحاله دي. الاخت جيو بيرجع عليها ذكريات عن الماضي، وبتلاحظ ان صاحبها في كل مره يقول لها ان هو هيروح مع ابن خاله للمزرعه
أو إن هو يسافر لمدة. يعني صاحبها كان بيلمح ليه عن حوار وجيني اللي قتلها وقتل جيول في الماضي. وهنا الأستاذ بيجي عشان زهق من اكتئابها، بيلفها عشان ما تاخدش برد، وبيقولها إن هو كلم عمه عشان يبلغ عن المنظمة، وإنها خلاص ما تقلقش بعد كده والشرطة هتمسك الاتنين دول. بس هنا الأخت برضو مش مطمنة، وهنا الأستاذ بيركز على أهدافه. معاك بقى يا أستاذ. بيقولها ما تكتئبش عشان مش بيحب يشوفها كده، وإن هو لو عدت السنة دي على خير هنكون خلصنا من المصير المشؤوم. وعشان حضرته بيركز على أهدافه وبيحصل أشياء غريبة. اليوم ده بيعدي وجيو بتتابع الأخبار وخلاص عرفت إن المنظمة أعمالها انكشفت، بس بتعرف إن جيو اتورط هو كمان. إحي بجد. هي الأخت مش مصدقة إن هو عامل فيها كده، وعشان هي هتتجنن من اللي بيحصل فهي هتروح ليه، لكن أخوها بيمنعها وهي بتكون حالتها صعبة لأنها ما كانتش فاكرة إن جيول هيتورط. فأخوها يقول لها إنه مش هيقدر يخليها تروح لأن جيول بنفسه قال له ما يسيبهاش تروح له، فهي تشد شعره لأن هو رخم بصحيح. بس بتلاحظ اللابتوب بتاع جيول كان مديه لأخوها، بتفتحه لكنها مش عارفة الرقم السري، وكل مرة بتفشل إنها تفتحه. فأخوها بيحاول إن هو يساعدها لكن حضرته كان هيضيع البيانات، فوقف اللي كان بيعمله، ودلوقتي ما قدامهمش غير فرصة واحدة بس. بنروح لتشاو جيول اللي بيكون في السجن، وبيكون خايف على جيول اللي سابها لوحدها لأن دواهي الشرطة ما قبضتش عليهم للآن. فجأة الباب بينفتح وفي ناس بتاخد جيول في العربية بتاعت الشرطة. بيحس بالخطر أول لما العربية تقف في مكان كده، وجيول بيشيل العصابة اللي على عينه وبيلاقي إن عمه هو اللي أخده. ويلكم بيك يا أستاذ. فجيول مستغرب ازاي هو طلعه، وعمه يقوله ان هو عارف ايه اللي يقدر يطلعه. وهنا قصده يا شباب على البيانات اللي مع جيول في اللاب بتاعه. طبعا عرفنا مين اللي سلم البيانات، الاخت يعني اكيد ما فيش غيرها. بتدي لعمه البيانات وهو بيزعق لجيول ما كان يديه البيانات دي من الاول. المهم ان هو دلوقتي جايبهم هنا عشان يفضلوا فتره لحد ما الدنيا تهدى. بعد كده عمه بيمشي وجيول بيديه فلاشه كده كان سارقها من الصحفيه ممكن تفيده برضه، وبعدها بيخرج من المكان. الأستاذ هنا بيطلب تفسير ازاي عرفت الرقم السري. بتقول ان هو رقم تليفونك اللي اديتهولي، دي الحاجة الوحيدة اللي هي جت في بالها. بس اللي انت عملته ده قلتلك تعمله، انت غبي وزبالة. فاكر لما تختفي كده وتسيبني لوحدي انا كده هبقى مرتاحة؟ انت بتسمع الكلام دماغك الجزمة وفاكر اني هكون فرحانة؟ تشاو جيول بعد التهزيق ده بيتأسف منها ويصالحها لانه كان فاكر ان ده هو الحل. وحياة امك احيلك وعلى دماغك الجزمة دي، نفسي اضربك يالا. على فكرة على قلبي زي العسل. المهم بعد صراع طويل الأخت أخيرا بتهدى وبيحصل تنفس اصطناعي. التنفسات الاصطناعية شكلها تزيد، فخلوا بالكم. المهم الليل جه وطبعا لا في كهرباء ولا نور. ايه الغباء ده؟ ما الكهرباء هي النور، وهم قاعدين زي قعدة الستات اللي بنلاقيهم متجمعين في الشارع. المهم ان الأخ جيول فرحان لأن الأخت بتديه تنفس اصطناعي تاني. ما كفاية بقى يا جدعان. الموضوع بيتطور بينهم، هم عندهم بيتطور على طول. بس أوبا البت دي والله محظوظة، واحد جسم رياضي لو سمحت. بتنتهي الليلة الغريبة دي والأستاذ بيصحى مش بيلاقيها كالعادة يعني. المؤلف مش كرييتيف حتى ان هو يغير الفكرة. بيطلع وهي بتكون برا كالعادة برضو بشحمها ولحمها. شكلهم بيحلو كل يوم عن التاني. المهم انهم بيمشوا شوية وبيلاقوا محل باسم كده مش غريب على جيو. بتبص يمين وشمال وجيول بيسألها هو في ايه. فجأة بنلاقيها بتقولي ان ممكن يكون مكان صاحبها وجين اللي بيعملوا فيه ممنوعات. حضرتها برضو مش متأكدة، يمكن يكون محل أو مستودع تاني بنفس الاسم. بيروحوا لمركز الشرطة عشان يقدموا البلاغ، والشرطة دورت في سجلات وبتلاقي إن في مستودع بيحمل نفس الاسم، فعشان كده هيحققوا منه. فجيول بيبقى مستغرب منها هي ازاي عرفت، فبتقوله إن في واحدة من حياتهم إنها شافت في الأخبار الاسم ده، بس لو كان في خبر زي ده هو ازاي مش عارفه. فهي تقوله إن الخبر ده كان بعد وفاته. الأخ بينصدم وإحنا كمشاهدين بننصدم برضك معاه. الأخت بعد ما جيول مات في واحدة من حيواتهم، حاسة لما هما بيقولوا كلمة حيواتهم دي حاساهم في لعبة. المهم إن الأخت عاشت وكملت حياتها عادي جدا من غير لمدة 10 سنين، اللي هي اتخطت خالص لكنها حست بواحدة فظيعة. بس هي عملت كل حاجة كانت نفسها فيها، أكلت كوكيز واتفرجت على فيلم. سرعة التخطي عند الإناث رهيبة بجد. الأخت بتكمل كلامها وتقوله إنها كرهت نفسها لما عاشت بسلام بعد موت جيول. أنا أسفة قوي، أنت كل مرة بتحاول تنقذني وما كنتش تعرف إن أنا عشت حياتي من بعدك. جيول يقول لها إن هو ما قدرش يستحمل يوم واحد هي مش موجودة فيه، لأنه عارف إنه هيرجع تاني. ما فكرتش إنك تكمل حياتك من بعدي؟ ممكن لما تكمل حياتك فكده مصيرنا ممكن يتغير. أنا مش شجاع علشان أعمل كده،
على فكرة انت غبي وانت لازم تجرب تكمل حياتك. في المرة اللي انا كنت كملت حياتي فيها لوحدي كانت حلوة وهادية. نفسي قوي اوريك انا اقصد ايه. هي كل اللي عاوزاه منه دلوقتي لو هما معرفوش يعدوا السنة دي فلازم يكمل حياته لوحده وان هو يوعدها بكده. المهم بعد فترة بيروحوا ضباط الشرطة لمستودع، بس الشرطة ما لقيتش حاجة مش طبيعية. فجيو بتقول ازاي لان ده هو المستودع وهي متأكدة. بيروحوا للسوبر ماركت يشتروا مستلزمات البيت، والست في المحل بتشبه على جيول بان كان في 2 شبهه في الجسم كده، واحد منهم عنده ندبة على وشه. ايه ده كده الدواهي في القرية. يعني كلام جيو صح؟ ايه الذاكرة الصاروخية دي؟ يعني انت كنت فاكر ايه؟ انا عدت الماضي اكتر من مرة بس مش فاكر كل حاجة بالتفصيل كده. اعوذ بالله، 5 في وشك يا عم. انا صحيح عشت من بعدك بس انا برضو في حاجات مش فاكراها. الاخ جيول كان عاوز يتكلم بس بيسكت. على فكرة العادة اللي فيك ديت نفسي اغيرها. ممكن اعيش مدة طويلة، هغيب فترة عبال ما تغيري عادتي ديت. مش مهم الوقت اللي تاخده علشان ترجع، المهم انك بعدها تقدر تخلينا مع بعض في الاخر. الاستاذ بيفرح بكلامها وبيحصل تنفس اصطناعي. بعد كده بنشوف صاحب جيو اللي بيشوف الشرطة معدية، بيكون خايف انهم عرفوا مكانهم فبيروح للمستودع وبيشوف حد طالع من هناك وبيكتشف انها جيو والاستاذ اللي معاها. المهم انهم بيمشوا وهو بيروح يتأكد من المدخل السري اذا كانوا كشفوا مخبأهم، بس بيطمن ان هو محدش عرفه، فقرر ان هو يتعامل معاهم لو جول ليلة، وبالفعل بيروحوا. طب يا استاذ جيول احنا متعودين على التهور ده منها، طب تيجي منك؟ عيب عليك يا اخي والله. الاستاذة بتقوله انها تدخل وهو هيفضل بره. هو ما كانش عاوز كده بس هي اقنعته، يعني لو حد جه من بره هي مش هتعرف تتعامل معاه. وبالفعل هي بتعمل اللي في دماغها، وعمنا جيول مجهز وضعية الشاكوش. بيجي ناس كده وجيول بدل ما يستخدم العنف على طول بيقول لهم ان هو تايه ومش عارف المكان، وهم كانوا هيصدقوا بس الزفت صاحب جيو قال لهم ان هو كذاب وفي حد جوه المستودع. طبعا جيول عاوز يموت الكائن ده واحنا والله مش هنلومك. المهم ان جيول هيحاول يتعامل مع الرجاله دول بس هم كتير عليه. استعنا بالله على الشقه. الاخت جيو بتسمع الخبط والضرب الكتير، لكن في اللحظه دي بتكتشف المخبأ السري اخيرا. لقد هربنا من اجل هذه اللحظه. بنروح لجيول اللي عارف ان هو يتعامل معاهم وما فضلش غير الكائن ده. فرصه ان جيول يتحدى لاعب ملاكمه فوزه 0% اكيد يعني، وعشان عمنا جيول البطل بيعرف يتصدى للكائن ده، وده لانه كان في واحده من حيواته تعلم التايكوندو من صاحب جيو. وهنا الكائن ده مش عارف يعمل حاجة ليه، بس بنلاحظ ان في واحد من العصابة صح عشان يضرب جيول. بيلاقي رجل الأستاذة في قفاه. والله الله عليكي بجد. دلوقتي ما نجرب اننا نغير اللاعبين وندخل اللاعب الاحتياطي. جيو هنا هتتعامل مع صاحبها الأهبل ده. بيتخيل ان هو بيضرب جيو بس بيرجع للواقع لان جيو ادته واحدة. شابوه والله بجد عليك. وان هو اتغفل فبيمسك جيو. طب ليه المسكه الغريبه دي؟ طيب فجيو بتخليه يقع على الارض ومش بتخليه يمشي، فبتقوله ازاي انتهى بيهم الحال كده، بس بيسمعوا صوت ضرب رصاص. كانت عاوزه تشوف فيه ايه بس المغبول ده بيديها تنفس اصطناعي. يا 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 فهي عشان تبعده بتعمل هي كمان. جيول رحت فين؟ في هنا خيانه على فكره. بسبب التغفيله اللي هي عملتها بتعرف تقوم من تحته وبتديه ضربه في وشه خلاته يغمى عليه. وفي نفس الوقت الكائن ده بيكون في المخبأ السري وبيلاقي جيول في المكان، فالكائن أول ما شافه بيحاول إن هو يهرب لكنه مش بيعرف، فبيطلع المسدس من شنطته وبيوجهه على تشاو جيول. بيخلي جيول يسيب البتاع اللي معاه لكن جيول بيرميها في وشه، فالكائن ده بيصوب عليه. ولين الموضوع زاد عن حده فجيول مسكه وكتفه ويبعد المسدس ويكمل ضرب في وجين، فهو بيمسك ازازه وبيضربه بيها. هنا خلاص جيول زهق منه وناوي يقتله. على دخلت اختنا البطله وبتحاول تهديه من اللي كان هيعمله وانهم يخلوا الكائن ده للشرطه احسن. بيصحى الكائن ده وبيطلع السكينه، ومن الجهه التانيه الكائن التاني بيمسك المسدس. نحن محاصرين من كل مكان يا دي الواقعه. الولد الاهبل ده بيضرب جيو بالمسدس. تشاو جيول هنا كان هيتجنن وناوي ان هو يقتلهم لكن جيو بتمنعه، والاتنين دولت بيهربوا من المكان. بتفضل جيو تقوله انها تشوفه مرة تانية او انها تكون اول ما هيتكلم معاه. استاذنا هنا مش عارف يعمل ايه غير ان هو يسمع كلامها، وهنا اختنا بتموت. الموضوع اتكرر تاني بنفس النهاية المشؤومة. الشرطة بتيجي وبتقبض عليهم وبينتهي الليلة المشؤومة ديت. وبعد مدة جيول حاول ان هو يوفي بوعده لجيو ان هو هيحاول يكمل حياته من بعدها. بيروح السينما وبيتفرج على الفيلم اللي جيو سمعته قبل كده، وبيروح المحل يطلب الحلوى اللي كانت جربتها زمان. فعلا ادرك ان العالم من غيرها بيمشي عادي مش بيقف.
زي ما هي قالت له بالظبط، لكن الحياة دي بالنسبة ليه ملهاش أي معنى من غيرها، وهو فضل عايش للآن لأن هو بيحاول يوفي بوعده ليها. نفسه إن هو يقول لها إن هو جرب كل حاجة اللي هي كانت عاوزاه يجربها. هو مستغرب هل هي بتحاول تعذبه بإن هو يعيش من بعدها؟ هو مش قادر يعمل كده لما الأفكار دي كلها في باله، لكن مفيش حد بيرد على أسئلته. ما فاضلش غير الذكريات اللي سابتها وراها، وهو مش مستحمل العذاب الفراق مع الذكريات في كل مكان. هي بتقتله بس هو بيستعين بيها علشان يعيش، هو علشانها يفضل ويتحمل ويتحمل، لكن لإمتى هيفضل لكده؟ وأخيرا أستاذنا بيموت موتة طبيعية، وبيرجع بالزمن لنقطة البداية، وبيلاقي أختنا جيو اجري بسرعة. وهنا بيتقابلوا أبطالنا في النهاية. وأنا هنا أحب أقول لكم إن القصة بكده انتهت. أنا صوتي اتبح على فكرة، لو انتوا وصلتوا لحد هنا فانتوا عسل بجد. المفروض ان انا اتأسف ليكم علشان انا ما نزلتش من القرون الوسطى. والله اني آسفة جدا. المهم ان انا هرجع بعد 2.5 شهر تقريبا او ممكن اقل، وده لظروف خاصة جدا 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 اسمها الامتحانات. هبقى احكي لكم بعدين. حابة اقول لكم اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. Taller.